شباب سينيور 3 عاملين ايه؟ وحشني والله. يلا بينا هحل معاك انا ومستر سيد الواجب بتاع ليسون 2. تمام؟ هتفتح انت مذكره الاسئله عندك بيج 33. تمام؟ يلا بينا. هنبدا دلوقتي ايه بالاسئله الاساسيه بالترتيب اللي عندك عادي خالص. يلا بينا نشوف السؤال الاول. بصوا يا شباب، بصوا دلوقتي ده براكت صح؟ براكت وعليه باور. تمام؟ براكت وعليه باور. بفكر ازاي؟ بشوف هل الدريفت بتاعه موجود جنبه ولا لا. تمام؟ طب لو موجود جنبه برفع الباور وبقسم على الباور الجديد بتاع البراكت. طب لو مش موجود جنبه ممكن بقى اخش في موضوع السبستيتيوشن. صح؟ تمام. ده دلوقتي الليسون بتاع الباي بارتس والسبستيتيوشن والبراكت اللي عليه باور، الانتجريشن بتاعهم الثلاثه. تمام؟ طب يلا بينا. بص بقى، ده دلوقتي براكت وعليه باور صح؟ تمام. تعالى كده نشوف الدريفتيف بتاعه. انت هتشوف الدريفتيف بتاعه ازاي؟ امسك البراكت اللي عليه باور اعمله دريفتيف على جنب ولا اي حاجه. ده 2x باور 4 ماينس 7، اعمل له كده دريفتيف بقى كام؟ بقى مش ال 4 دي هتنزل هنا، بقت 2 تايمز 4 اللي هو 8 اكس باور 3. حلو. هل الدريفتيف بتاعه جنبه ولا لا؟ هو جنبه، بس في حاجه، انت الاكس باور 3 دي موجوده صح؟ تمام. انت دلوقتي الاكس باور 3 عندك والاكس باور 3 عندك، مشكلتك في اكس ولا في رقم؟ مشكلتك في رقم. طول ما مشكلتك في رقم الموضوع محلول. تمام؟ هحط انا الرقم واقسم عليه بره. المهم ان مشكلتي مش في ايه؟ مش في اكس، عشان لو مشكلتي في اكس هخش في سكه ايه؟ في سكه السبستيتيوشن. طيب دلوقتي انا لقيت اكس باور 3 صح؟ موجوده؟ موجوده. خلاص يبقى الدريفت بتاعه موجود جنبه. تمام؟ بس ناقصه ايه؟ ناقصه 8. تمام؟ يبقى انا هروح اعمل انتجريشن. انا كنت هموت والاقيها 8 اكس باور 3 صح؟ حطيت انا 8 من عندي صح؟ يبقى انا عايز اطيعها عشان كاني ما عملتش حاجه. يبقى هقسم على كام؟ هقسم على 8. يبقى حطيت بره 1 اوفر 8. انا كده ما عملتش حاجه صح؟ وهنا بقت 2 اكس باور 4 ماينس 7 اول باور 5 وهنا دي اكس. طب بص بقى، مش ده بقى براكت وعليه باور؟ لقيت الدريفت بتاعه جنبه صح؟ لقيت الدريفت بتاعه جنبه. يبقى ارفع الباور واحد، يبقى اكتب البراكت اهو وارفع الباور بتاعه واحد بقى باور 6 واقسم على الباور الجديد. بس عندك مين بره وهتنسى؟ هنا عندك كام؟ 1 اوفر 8. تمام؟ طيب حلو؟ طيب عندك دلوقتي رقمين مضروبين في بعض صح؟ تمام. عندك ال 8 تايمز 6 هتطلع بكام؟ 48. وهنا عندك 2x باور 4 ماينس 7 اول باور كام؟ باور 6. وما تنساش السي. تمام؟ ده كده بقى ناتج الانتجريشن. تمام؟ طيب حلو؟ يلا بينا نخش على السؤال اللي بعده. يلا بينا. بص يا باشا، ده براكت وعليه باور صح؟ تمام. هروح اشوف هل الدريفتيف بتاعه موجود جنبه ولا لا. طب بعرف ازاي؟ بمسك البراكت واعمل له دريفتيف. طب يلا بينا. اللي جوه البراكت 3x ماينس x باور 3، اعمل له دريفتيف بقت 3 ماينس 3x باور 2. طبعا ما حدش عنده مشكله في الدريفتيف ها؟ تمام؟ طيب بص بقى، ده كده الدريفتيف بتاعه صح؟ تمام. مش انت دلوقتي عندك الثلاثه دي ممكن تاخدها هايست كومن فاكتور موجوده في الاثنين؟ فلما سحبت 3 من هنا اتبقى كام؟ اتبقى 1. ولما سحبت 3 من هنا اتبقى كام؟ اتبقى اكس باور 2. طيب حلو. ده الدريفتيف بتاع البراكت صح؟ يعني انا ده اللي كنت المفروض الاقيه هنا صح؟ تمام. طب انت دلوقتي مشكلتك في اكسات ولا مشكلتك في رقم؟ لا، ما ده اهو مشكلتي مش في اكسات، مشكلتك في ايه؟ في رقم. طب ما انا لو مشكلتي في رقم هروح احط الرقم واقسم عليه بره اهو. تمام؟ زي المساله اللي فاتت اهو 3x ماينس x باور 3 وهنا عندك باور كام؟ باور 5 وهنا دي اكس. تمام؟ تمام؟ طيب يلا بينا. بص سوري، هنا سرت وحطينا الثلاثه هنا وهنا 1 ماينس اكس باور 2. طيب مش انت بقى لقيت الدريفتيف بتاع البراكت ده بره؟ السر دي مالهاش علاقه بحاجه نزلتها. تمام؟ يبقى ارفع الباور بتاع البراكت واقسم على الباور الجديد. كتبت البراكت اهو 3x ماينس اكس باور 3. هنا كانت 5 بقى عليها باور كام؟ بقى عليها باور 6 وهنا كام؟ 6. تمام؟ بلس سي. تمام؟ طب 3 تايمز 6 بكام؟ ب 18. يبقى انت تشيل كل ده وتكتب مكانه كام؟ 18. وصلت؟ تمام. تعال نخش على السؤال اللي بعده. يلا بينا. طيب بص يا باشا، ده روت، اوعى تتخض عادي خالص. تمام؟ واحده واحده. هو مش انا ممكن اكتب دي كده؟ مش الروت ده عباره عن براكت وعليه باور هاف؟ يبقى انا كتبت ده براكت وعليه باور كام؟ هاف. يعني ده براكت وعليه باور، ما هو بيتعامل نفس معامله البراكت وعليه باور، هو عادي. تمام؟ طب هدور على الدريفتيف بتاعه، همسك اللي جوه واعمل له دريفتيف. دريفتيف اكس باور 2 بلس 1 بكام؟
ب 2 اكس وال1 بزيرو. طيب 2 اكس هنا في اكس، مشكلتك مش في اكس، مشكلتك في رقم. طالما مشكلتك في رقم الموضوع محلول، يبقى انت اعتبرت ان انت لقيت الدريفت بتاعه جنبه، خلاص يبقى الدريفت بتاعه جنبه، بس انت ناقصك مين؟ ناقصك 2. يبقى انت هتقسم بره على هاف وتزود هنا مين؟ 2 وهنا اكس اهو، وهنا بقت اكس باور 2 بلس 1 عليها باور كام؟ هاف. تمام؟ طب ما الدريفت بتاعه بقى جنبه، ساعتها هعمل ايه؟ ناتج الحل الهاف دي بتنزل مالهاش علاقه بحاجه، تايمز هنقل البراكت زي ما هو وارفع الباور بتاع البراكت واحد، هنا كان هاف، هعمل هاف بلس 1 هتطلع 3 اوفر 2، وهقسم على الباور الجديد اللي هو مين؟ 3 اوفر 2 بلس سي. تمام؟ روح بقى اضرب لي ده هنا وهنا، مش ال2 راحت مع ال2، اتبقى لك هنا مين؟ ثيرد اكس باور 2 بلس 1 وعليها باور كام؟ 3 اوفر 2. لو عايز ترجع دي لاصلها وفي بلس سي، ها لو عايز ترجع دي لاصلها، تمام؟ دي هتبقى سيرد روت، يلا بينا، مش ده باور اللي جوه؟ بقت اكس باور 2 بلس 1 وعليها باور كام؟ 3، مش ده باور اللي بره اللي هو 2. وصلت؟ تمام؟ يلا بينا نخش على السؤال اللي بعده. ده باور اللي جوه وده باور مين؟ اللي بره، لما جيت رجعتها لاصلها، تمام؟ وما تنساش مين؟ البلس سي. تمام؟ طب يلا بينا نخش على السؤال اللي بعده. بص يا باشا، يلا ده دلوقتي براكت وعليه باور، بس بص دي انا ممكن اكتبها كده صح؟ اكس باور 3 ماينس 4 اول باور نيجاتيف 5. طلعت دي فوق بعكس اشاره الباور صح؟ برضه بقى براكت وعليه باور وجنبه حاجه، تمام؟ همسك البراكت اعمل له ايه؟ ديريفيتيف، فبقت 3 اكس باور 2، ده الديريفيتيف بتاع البراكت. مشكلتك في اكسات ولا مشكلتك في رقم؟ مشكلتك في رقم، يبقى انت ما عندكش مشكله، يبقى انت لقيت الدريفت بتاعه جنبه. تمام؟ طب يلا بينا. طيب هنا انا عايز مين؟ عايز 3 صح؟ حطيت 3 بقت اكس باور 2، وده بقى اكس باور 3 ماينس 4 اول باور نيجاتيف 5، وهنا دي اكس. بس ثواني، انت زودت 3 يبقى تقسم بره على كام؟ على 3. تمام؟ انا بصيت لقيت الدريفت بتاعه جنبه، يبقى زود الباور اهو، اكس باور 3 ماينس 4، هزود الباور نيجاتيف 5 بلس 1 بنيجاتيف 4، ها هنا نيجاتيف 4 واقسم على الباور الجديد اللي هو نيجاتيف 4، وخلي بالك عندك مين بره هينزل زي ما هو؟ الثيرد صح؟ وهنا بلس سي، يلا اضرب لي 4 تايمز 3 وفي نيجاتيف خلي بالك، ها فهتبقى نيجاتيف 1 على 12 اكس باور 3 ماينس 4 اول باور نيجاتيف 4. ممكن تنزل لي دي تحت بعكس اشاره الباور. تمام؟ يعني تقول لي اكس باور 3 ماينس 4 يبقى 1 على اكس باور 3 ماينس 4 اول باور 4. تمام؟ طب يلا بينا نخش على السؤال اللي بعده. يلا بينا يا شباب. ده براكت وعليه باور، تمام؟ هطلعه فوق بعكس اشاره الباور، يعني دي ممكن اكتبها كده اكس مضروبه في براكت اكس باور 2 بلس 8 وعليها باور نيجاتيف 3، وهنا دي اكس. حبيب قلبي مستر زياد، حبيبي يا اخويا. تمام؟ يلا بينا. تمام؟ طيب ده بقى براكت وعليه باور، تمام؟ حلو. هل الدريفت بتاعه جنبه؟ معرفش، امسك البراكت اعمله دريفت. دريفت في اكس باور 2 ب 2 اكس صح؟ وال8 بزيرو، فانا عايز مين؟ 2 اكس. مشكلتك في اكس ولا في رقم؟ مشكلتك في رقم، يبقى مفيش مشاكل، يبقى انت لقيت الدريفت بتاعه جنبه. تمام؟ بس انت محتاج تزود مين؟ 2، يبقى هتقسم بره على كام؟ على هاف. يلا بينا انتجريشن، هنا عندك 2 اكس وهنا عندك اكس باور 2 بلس 8 وعندك باور كام؟ نيجاتيف 3، وهنا دي اكس. يلا بينا. مش انا لقيت الدريفت بتاعه جنبه؟ لقيت الدريفت بتاعه جنبه، يبقى بعمل ايه؟ بزود الباور واحد، دي كانت نيجاتيف 3 خلاص بقت نيجاتيف 2، واقسم على الباور الجديد اللي هو نيجاتيف 2 تايمز مين؟ 1 اوفر 2. تمام؟ يلا بينا. تمام؟ طيب ماشي؟ طب هضرب ال 2 في نيجاتيف 2 فبقت نيجاتيف 1 اوفر 4 عشان الاثنين دول تحت، وهنا اكس باور 2 بلس 8 وعليها باور كام؟ نيجاتيف 2. عايز تنزلها لي تحت بعكس اشاره الباور مش مشكله. تمام؟ يلا بينا نخش على السؤال اللي بعده. بص بقى، بص ده مش براكت وعليه باور عشان اللي تحت ده عليه باور 1. تمام؟ بص انت كان عندك، لو انا دلوقتي جيت قلت لك انتجريشن 1 على اكس، تمام؟ بص انتجريشن 1 على اكس بايه؟ بص مش ده فراكشن؟ بصيت مسكت اللي تحت ده عملت له دريفتيف، طلع بكام؟ طلع ب 1. يعني بصيت لقيت الدريفت بتاعه فوق، يبقى ناتج الانتجريشن لين اللي تحت اللي هو مين؟ اكس. تمام؟ طب نفس الكلام هنا، ده بقى اللي تحت ده مش براكت وعليه باور، كان في المسائل اللي فاتت اللي انا طلعتها كان براكت وعليه باور فطلعت فوق بعكس اشاره الباور، ده مش براكت وعليه باور. فاهمين حاجه؟ تمام. فهمسك اللي تحت اعمل له دريفتيف، يعني همسك 3 اكس باور 2 ماينس 1 اعمل له ايه؟ دريفتيف.
تمام، دي على دي اكس اهو. طب يلا بقى الديريفيتيف بتاعه 6 اكس. طب حلو. برضه مشكلتك في ارقام ولا مشكلتك في اكسات؟ مشكلتك في ارقام، يبقى ما عندكش مشكله، ما انت لقيت الاكس فوق، طالما لقيت الاكس فوق اطمن مفيش اي حاجه. تمام. طيب اللي ملوش لازمه مين؟ ال5 هطلعه بره، مش ده رقم ينفع يطلع بره الانتجريشن عادي خالص. فبقت 5 انتجريشن اكس، وهنا عندك مين؟ 3 اكس باور 2 ماينس 1. تمام. انت مشكلتك مش في اكس، مشكلتك في رقم. انت كنت عايز مين؟ 6، زودت 6 من عندي، يبقى اقسم بره على 6. وصلت؟ طب بصيت تحت لقيت الديريفيتيف بتاع اللي تحت فوق، يبقى ناتج الانتجريشن لن اللي تحت اللي هو مين؟ 3 اكس باور 2 ماينس 1، وكان عندك مين بره؟ 5 اوفر 6 بلس سي. ده ناتج الانتجريشن. تمام؟ طيب يلا بينا نخش على السؤال اللي بعده. بص بقى يا باشا، ده براكت وعليه باور. تمام؟ خد اللي تحت البراكت، بص بقى هتفهم الفرق بقى. خد اللي تحت البراكت ده واعمل له ديريفيتيف. ديريفيتيف الاكس ب 1. 1 هنا عندك ايه؟ اكس. كده بقى مشكلتك في اكسات، يبقى كده هشتغل انتجريشن باي سبستيتيوشن. وصلت؟ هنا مشكلتي في اكسات، بان الفرق بقى من لما تبقى مشكلتي في رقم ومشكلتي في اكسات. مشكلتي في رقم كاني لقيت الديريفيتيف عادي، بحط الرقم واقسم عليه بره. هنا مشكلتك في ايه بقى؟ مشكلتك في اكسات، دي بقى المشكله. تمام؟ يبقى انا دلوقتي اشتغل ايه؟ انتجريشن باي سبستيتيوشن. يلا بينا. بص بقى، انتجريشن باي سبستيتيوشن، كنت باخد اللي جوه البراكت ده واسميه باي فاريبل تاني، المستر كان بيسميه زد، فاحنا هناخد اللي تحت البراكت ده اسميه ايه؟ اسميه زد. يعني هسمي زد ايكوال اكس ماينس 5. حلو. بعد كده كنت بجيب ايه؟ كنت بجيب الاكس في طرف لوحدها. طب حلو، جبت الاكس في طرف لوحدها، فبقت الاكس هدخل النيجاتيف 5 ده جوه هنا بعكس الاشاره، فبقت زد بلس 5. تمام؟ طيب وبعد كده كنت بعمل انتجريشن للناحيتين. طب انتجريشن الاكس بالنسبه للدي اكس بواحد صح؟ بس واحد ايه؟ دي اكس ايكوال انتجريشن الزد بالنسبه للدي زد بواحد بس دي زد. وصلت؟ طب انتجريشن سوري انا سوري بعمل ديريفيتيف للناحيتين. بعمل ايه؟ ديريفيتيف للناحيتين، ديفرنشالز. تمام؟ بعمل ديريفيتيف للاكس بالنسبه للدي اكس. طب ديريفيتيف الاكس بواحد بس واحد ايه؟ واحد دي اكس. طب ديريفيتيف الزد بواحد بس واحد ايه؟ دي زد. يبقى دي اكس ايكوال دي زد. تمام؟ طب يلا بينا واحده واحده بقى. انا هشيل كل اكس واحط مكانها كام؟ زد بلس 5. ما انا بعمل سبستيتيوشن صح؟ فهشيل الزد الاكس دي واحط مكانها ايه؟ زد بلس 5. حلو. ودي الانتجريشن. طيب هشيل اكس ماينس 5، هو مش اكس ماينس 5 بزد، يبقى شيل اكس ماينس 5 وحط مكانها زد، بس خلي بالك هي كان عليها باور كام؟ باور 3. طب والدي اكس هشيله واحط مكانه ايه؟ ما هو دي اكس بيساوي دي زد، يبقى شيل ده احط مكانه ايه؟ دي زد. المساله كلها اتحولت لزدات. تمام؟ هو ده اسمه السبستيتيوشن بقى، ما انت بتشيل حاجه تعوض عنها بدلات الثانيه. طيب يلا بينا، مش زد باور 3 ده هيخش هنا وهيخش هنا. طيب فبقت انتجريشن زد في زد باور 3 زد باور 4 بلس 5 في زد باور 3، فهتبقى 5 زد باور 3 دي زد. تمام؟ هتعمل انتجريشن عادي خالص، ما انا كده كده بعمل انتجريشن بالنسبه لمين؟ بالنسبه للزد. تمام؟ طيب انتجريشن زد باور 4 هرفع الباور واقسم على الباور الجديد، فبقت زد باور 5 اوفر 5 بلس يلا انتجريشن 5 زد باور 3 هتبقى 5 زد هرفع الباور فبقت زد باور 4 اوفر 4 بلس سي. طيب واحده واحده، انت عملت انتجريشن صح؟ عايز ارجع المساله لاصلها. تمام؟ ما هي المساله اصلها كان في اكسات، يبقى انا عايز ارجع الزدات دي كلها لاكسات. تمام؟ طيب خلاص انا همسح دي. حلو؟ طيب انت كان عندك الزد بتساوي ايه؟ اكس ماينس 5، خلاص روح شيل كل زد حط مكانها اكس ماينس 5، فبقت اكس ماينس 5 اول باور 5 على 5 بلس 5 هشيل الزد احط مكانها اكس ماينس 5 باور 4 اوفر 4 بلس سي. كده ده ناتج الانتجريشن باي سبستيتيوشن بتاعك. تمام؟ كانت طب انا عرفت منين ان هو باي سبستيتيوشن؟ مسكت البراكت ده جيت اعمله ديريفيتيف لقيت مشكلتي في اكسات، لقيت ان هو الديريفيتيف بتاعه بواحد، لقيت بره اكس، كده انت مشكلتك في اكسات، مشكلتك مش في رقم. تمام؟ عشان كده اشتغلت باي سبستيتيوشن. طيب يلا بينا السؤال اللي بعده. بص برضو احنا اتفقنا ان الروت ده بيتكتب براكت باور هاف صح؟ فدي اكس بقت اكس بلس 4 باور كام؟ باور هاف، وهنا عندك دي اكس. واحده واحده قلت لك الخطوه الاولى الاستبايه الاولى، انا بمسك البراكت ده بعمله ديريفيتيف. ديريفيتيف اكس بلس 4 ب 1 صح؟ 1 مشكلتك هنا في اكسات صح؟ ما انت هنا عايز اكس وانت ما طلعلكش اكس في الديريفيتيف صح؟ فانت كده مشكلتك في اكس، يبقى دي باي سبستيتيوشن، مش لما الاقي الديريفيتيف بتاعه جنبه ارفع الباور. تمام؟ وده الفرق بينهم الاثنين. طيب يعني انت دلوقتي هتحتاج تعمل سبستيتيوشن. طب السبستيتيوشن كنت باخد اللي جوه البراكت ده وبسميه فاريبل تاني، المستر كان بيسميه الزد، فانا هاخد اكس بلس 4
اسميه ايه؟ زد. طيب حلو. بعد كده كنت بجيب الاكس في طرف لوحدها، فبقت الاكس ايكوال زد ماينس 4. بعد كده كنت بشتغل ديفرنشالز. حبيبي مستر زياد، يعني كده بتشتغل ديفرنشالز. طب يعني ايه ديفرنشالز؟ يعني بعمل ديريفتيف لكل واحده بالنسبه لها. طب الديريفتيف الاكس بالنسبه للدي اكس بواحد، بس واحد ايه؟ دي اكس. طب ديريفتيف الزد بالنسبه للدي زد هتبقى دي زد، عشان هتبقى واحد بس واحد ايه؟ واحد دي زد. يبقى دي اكس ايكوال دي زد. تمام؟ طب يلا بينا. ها، عايز اسبستيتيوت، يعني عايز اشيل كل اكس احط مكانها اجيبها بدلاله الزد. فالاكس عباره عن ايه؟ زد ماينس 4، فبقت انتجريشن. يلا زد ماينس 4 مضروبه اكس بلس 4 ده بزد، يبقى شيل اكس بلس 4 احط مكانه ايه؟ زد. بس زد باور كام؟ باور هاف. واشيل دي اكس احط مكانها ايه؟ دي زد. طيب حلو قوي. يلا بينا. ده هيخش هنا وهيخش هنا. تمام؟ طب زد باور هاف في زد باور 1، مش انا في التايمز بجمع الباور، يعني كاني بقول هاف بلس 1 هتبقى زد باور 3 اوفر 2 ماينس 4. هضرب الزد باور هاف في 4 فهتبقى 4 زد باور هاف دي زد. يلا اعمل انتجريشن. يلا ها، مش انا في الانتجريشن برفع الباور وبسمع الباور الجديد. يلا انتجريشن زد باور 3 اوفر 2 هتبقى زد. هتعمل انت 3 اوفر 2 بلس 1 هتطلع معاك 5 اوفر 2 هتبقى زد باور 5 اوفر 2 على 5 اوفر 2 ماينس. يلا الفور نزلتها زي ما هي زد باور هاف، هرفع الباور هتبقى زد باور 3 اوفر 2 على 3 اوفر 2. طب حلو. بلس سي. تمام؟ طيب واحده واحده تعال نكمل هنا. يلا 5 اوفر 2 دي هتيجي هنا 2 اوفر 5 عشان هتطلع فوق بالشقلوب، صح؟ تمام. زد باور 5 اوفر 2 ماينس. يلا اقسم لي 4 على 3 اوفر 2 هتطلع 8 اوفر 3. تمام؟ 8 اوفر 3 زد باور 3 اوفر 2 بلس سي. تمام؟ انا بس طلعت دول فوق كده بالشقلوب. تمام؟ طب يلا بينا بقى نرجع الحاجه لاصلها. مش انت عملت انتجريشن خلاص؟ رجع لي بقى الحاجه الاكسات. يلا بينا. بقت 2 اوفر 5 هشيل كل زد واحط مكانها كام؟ اكس بلس 4 فدي بقت 2 اوفر 5 اكس بلس 4 عليها باور 5 اوفر 2 ماينس 8 اوفر 3 اكس بلس 4 اول باور 3 اوفر 2 بلس سي. وصلت؟ اهو ده كده ناتج الانتجريشن. تمام؟ بعد ما عملت السبستيوشن رجعتها لاصلها. طب يلا بينا. ها يلا يا باشا. السؤال التاسع. مين البراكت اللي عليه الباور؟ اكس بلس 1. باين قوي ان انا لو مسكته وعملت له دريفتيف الدريفتيف بتاعه مش جنب، صح؟ او هتبقى مشكلتي في اكسات عشان الدريفتيف بتاع اكس بلس 1 ب 1. بص هنا عندك ايه؟ اكس باور 2 ماينس 1 يبقى دي كده باي سبستيوشن. تمام؟ طب كنا بنسمي مين بالزد؟ اللي تحت البراكت، ما هو ده البراكت، ما هو ده اكس بلس 1 وعليه باور كام؟ هاف. ما هو ده البراكت اللي عليه الباور. يبقى اكس بلس 1 ايكوال ايه؟ ايكوال زد. بعد كده كنت بجيب الاكس في طرف لوحدها يبقى الاكس ايكوال زد ماينس 1. بعد كده كنت بعمل دريفتيف للناحيتين. خلاص عرفنا بقى. يلا اكس دي اكس زد دي زد. تمام؟ يبقى دي اكس ايكوال ايه؟ دي زد. طيب حلو قوي يا معلم الكلام ده. بص بقى. يلا انتجريشن هشيل كل اكس واحط مكانها ايه؟ زد ماينس 1 بس دي زد ماينس 1 اول باور 2 اوعى تنسى. تمام؟ ماشي. ماينس 1 نزلته. بعد كده حلو؟ هتشيل بقى اكس بلس 1 تحط مكانها ايه؟ زد. فدي بقت زد بس هنا الزد دي تحت الروت فبقت زد باور كام؟ باور هاف. وهنا دي زد. طب يلا ده براكت عليه باور 2 فكهولي. يلا الاول في نفسه زد في زد زد باور 2 ده في ده في 2 زد في نيجاتيف 1 بنيجاتيف زد نيجاتيف زد في 2 نيجاتيف 2 زد نيجاتيف 1 في نيجاتيف 1 بوزيتيف 1 وعندك مين بره هتنساه؟ نيجاتيف 1. الكلام ده كله مضروب في كام؟ في زد باور هاف. وهنا دي زد نيجاتيف 1 وبوزيتيف 1 راحوا مع بعض بقت انتجريشن لمين؟ زد باور 2 ماينس 2 زد مضروبين في مين؟ في زد باور هاف. مش ده هيخش هنا وهيخش هنا. يلا تايمز اجمع لي الباور. تمام؟ زد باور 2 في زد باور هاف اجمع لي 2 زائد هاف على الكالكوليتر يطلع زد باور 5 اوفر 2 ماينس 2 زد باور 1 في زد باور هاف هتبقى زد باور 3 اوفر 2 عشان في التايمز بجمع الباور، صح؟ تمام. حلو. انا لسه كل ده ما عملتش انتجريشن، كنت بظبط شكل السؤال. طب يلا بينا تعالى نعمل انتجريشن هنا. يلا مش في الانتجريشن بزود الباور وبسمع الباور الجديد فهتبقى زد تعمل لي 5 اوفر 2 بلس 1 تطلع معاك كام؟ 7 اوفر 2 ده الباور الجديد واقسم على 7 اوفر 2. ها يلا ماينس 2. يلا زد هرفع الباور دي كانت 3 اوفر 2 تبقى 5 اوفر 2 على 5 اوفر 2، صح؟ تمام. ال2 دي مش دي تحت في تحت هتطلع فوق هنا بايه؟ بالتايمز فبقت 2 و2 بقوا كام؟ بقوا 4 اهو. تمام؟ طيب ودي هتطلع فوق كلها بالشقلوب، صح؟ فهتبقى 2 اوفر 7 زد باور 7 اوفر 2 ماينس 4 اوفر 5
زد باور 5 اوفر 2 بلس سي. يلا رجع لي السؤال لاصله. بقت 2 اوفر 7، هشيل كل زد واحط مكانها كام؟ اكس بلس 1، فبقت اكس بلس 1 باور 7 اوفر 2 ماينس 4 اوفر 5 اكس بلس 1 وعليها باور كام؟ 5 اوفر 2 بلس سي. وصلت؟ تمام، ده الانسر النهائي. يلا بينا على السؤال اللي بعده. نمبر 10. يلا يا باشا، ده البراكت اللي عليه باور، تمام؟ دي كانها انتجريشن اكس باور 2 اكس ماينس 3 قول باور كام؟ باور سيرد، وهنا دي اكس. يلا اعمل لي ديريفيتيف. ديريفيتيف الاكس بواحد. مشكلتك في اكس ولا في ارقام؟ مشكلتك في اكسات، مش موجوده خالص. تمام؟ طب يعني يلا ده كده مش ده اللي تحت البراكت، تمام؟ ده البراكت اللي عليه باور، فهسميه بايه؟ بزد. فبقت زد ايكوال اكس ماينس 3. يلا كنت بجيب الاكس في طرف لوحدها، فبقت الاكس ايكوال زد بلس 3. تمام؟ يلا بينا يا باشا. يلا اعمل لي ديريفيتيف من ناحيتين. اكس دي اكس، زد دي زد. يلا وال3 بزيرو. يلا يلا بينا نعمل سبستيتيوشن. بقت انتجريشن، هشيل الاكس احط مكانه ايه؟ زد بلس 3، بس زد باور 3 عليها زد بلس 3 عليها باور كام؟ باور 2 مضروب ده براكت وعليه باور 1 اوفر 3. ها اكس ماينس 3 اشيلها واحط مكانها ايه؟ زد، صح؟ فبقت زد وعليها باور 1 اوفر 3. تمام؟ يلا ده براكت باور 2 فكهولي. يلا زد الاول في نفسه، زد في زد، زد باور 2 بلس ده في 2 زد في 3 3 زد 3 زد في 2 ب 6 زد بلس 3 في 3 ب 9، بس خلي بالك مضروبين في مين من بره؟ بزد باور 1 اوفر 3، وهنا دي زد. يلا هندخل ده هنا وهنا وهنا. يلا في التايمز بجمع الباور، بقت زد باور 2 هجمع 2 بلس 1 اوفر 3. يلا بقت زد باور 7 اوفر 3 بلس 6 زد في زد باور 1 اوفر 3. تجمع لي واحد اللي هو الباور بتاع الزد زائد 1 على 3 اهو، تطلع معاك بكام؟ 4 اوفر 3. فبقت 6 زد باور 4 اوفر 3 بلس 9 زد باور 1 اوفر 3 بلس سي. صح؟ سوري انا لسه ما عملتش انتجريشن. تمام؟ يلا بينا بقى نعمل انتجريشن. هتزود الباور واحد وتقسم على الباور الجديد، فهتبقى 7 اوفر 3 بلس 1. يلا طلعت زد باور 10 اوفر 3 بلس 6. يلا 4 اوفر 3 بلس كام؟ بلس 1، فهتبقى 6 زد 7 اوفر 3 وعليها باور 7 اوفر 3 بلس 9 نزلته زي ما هو 1 اوفر 3 بلس 1. تمام؟ تطلع كام؟ 4 اوفر 3 على 4 اوفر 3. يلا تعالى بقى ايه نظبط شكل السؤال. دي زد باور 10 اوفر 3 ما فيهاش مشكله. تمام؟ 6 ده هيطلع فوق هنا فهتبقى 9 6 لا هتبقى 18 اوفر 7 زد باور 7 اوفر 3. انتوا اكتبوا ده على الكالكوليتر عادي، هيطلع 18 اوفر 3. وده كده ده هيطلع هنا، فدي كده تبقى 9 تايمز 3 اللي هو 27 اوفر 4 زد باور 4 اوفر 3 بلس سي. انا عملت انتجريشن خلاص. يلا رجع لي السؤال الاصل. شيل الزد احط مكانها ايه؟ اكس ماينس 3، فبقت اكس ماينس 3 عليها باور 10 اوفر 3 بلس 18 اوفر 7 اكس ماينس 3 وعليها باور كام؟ 7 اوفر 3 بلس 27 اوفر 4 اكس ماينس 3 وعليها باور كام؟ 4 اوفر 3 بلس سي. ده الحل. تمام؟ طب يلا بينا نخش على السؤال اللي بعده. يلا بينا 11. بص ده البراكت اللي عليه الباور. ديريفتيف اكس باور 2 2 اكس. لا هنا عندك اكس باور 3، مشكلتك في اكسات. يبقى دي ايه؟ سبستيتيوشن. الله، فده ايه؟ سبستيتيوشن. يلا هاخد اللي تحت البراكت اسميه بكام؟ بزد. فبقى زد ايكوال اكس باور 2 ماينس 1. هتجيب لي الاكس في طرف لوحدها، فبقت اكس باور 2 ايكوال زد بلس 1. اعمل لي ديريفتيف للناحيتين. ديريفتيف اكس باور 2 2 اكس بس دي اكس اوعى تنساها ايكوال ديريفتيف الزد 1 دي زد يعني دي زد. تمام؟ طيب هات لي الدي اكس لوحدها، يبقى دي اكس عشان عايز اشيل دي اكس دي احط مكانها حاجه، فهتبقى دي اكس بتساوي دي زد على 2 اكس. واحده واحده بقى. بقت انتجريشن اكس باور 3. بص دي هتبقى زد باور 5 صح؟ زد باور 5. هشيل دي اكس احط مكانها ايه؟ دي زد على 2 اكس. بص يا باشا
انا تعمدت دلوقتي ما شيلش دي اجيبها بدلاله الزدات لسبب، لان انت هنا عندك الدي اكس طلع فيه اكسات، فلازم تروح تعمل لي الخطوه دي الاول. اللي فاتت كانت دي اكس بتساوي دي زد على طول، هنا عندك دي زد بيساوي دي سوري دي اكس بيساوي دي زد على حاجه فيها اكسات، فلازم ما احولش الاكس الاول عشان اشطب من الاخر. مش دي اكس باور 3 ودي اكس باور 1 تمام؟ طب ما هو اكس باور 3 على اكس باور 1 مش دول ديفايدد كده كده، ده فوق وده تحت، هنا مفيش حاجه تمام؟ اكس باور 3 على اكس باور 1 باكس باور 2 وصلت؟ فهيتبقى لك هنا انتجريشن لاكس باور 2 زد باور 5 خلاص بقى دي راحت صح؟ فتبقى لك دي زد على 2 جماعه مش على 2 ده معناه هاف، وانا قلت لكم اي رقم ممكن اطلعه بره بس كده تمام؟ بعد بقى ما طيرت خلاص بقى اشيل الاكس احط مكانها ايه بقى؟ تمام؟ بصوا حتى اتبقى لك اكس باور 2 لوحدها، خدت بالك؟ ما انت عارف ان اكس باور 2 بزد بلس 1. فهمت الحركه اللي انا عملتها كسبت منها ايه؟ ان انا ما رحتش حولت دي على طول لزدات. طالما عندك اكسات تحت هنا لازم تسيب الاكس عشان في حاجه هتكنسل حاجه رسمي. تمام؟ اتمنى تكون وصلت لكم. تمام؟ يلا بينا بقت هاف انتجريشن اكس باور 2 بكام بقى على طول؟ بزد بلس 1 مضروبه في مين يا باشا؟ مضروبه في زد باور 2 وهنا دي زد. يلا مش الزد باور 2 دي هتخش هنا وتخش هنا تمام؟ فبقت هاف انتجريشن زد في زد باور 2 زد باور 3 1 في زد باور 2 بزد باور 2. يلا اعمل لي انتجريشن الهاف موجود بره. يلا حلو زد باور 3 هتبقى زد باور 4 اوفر 4 بلس زد باور 2 هتبقى زد باور 3 اوفر 3 بلس سي. يلا نظبط شكل السؤال هطلع اكمل فوق. يلا بينا. ال2 دي هتخش هنا وهنا صح؟ الهاف دي هتخش هنا وهنا صح؟ تمام. فبقت هاف في كوارتر 1 اوفر 8 زد باور 4 بلس 2 تايمز 3 يبقى 1 اوفر 6 زد باور 3 بلس سي. يلا بينا نرجع المساله لاصلها. بقت 1 اوفر 8 اشيل كل زد احط مكانها ايه بقى؟ اكس باور 2 ماينس 1 وول باور 4 بلس 1 اوفر 6 اشيل كل زد احط مكانها ايه؟ اكس باور 2 ماينس 1 ماينس ماينس 1 وعليها باور كام؟ 3 بلس سي. ده الانسر. وصلت؟ طيب يلا بينا نخش على السؤال اللي بعده نمبر 12. بص يا باشا ركز بقى معايا. رقبتي كده عادي مش قادر انا حاسس ان انا داخل الشرح بتاعكم. بصوا يلا بينا ادعوا لنا بقى. بصوا يا شباب السؤال ده انا بحبه ليه بقى؟ بص ده فراكشن صح؟ طيب هتمسك اللي تحت تعمله دريفت، ده مش براكت ها، ده فراكشن تمام؟ هتمسك اللي تحت تعمله دريفت، دريفت باكس بلس 1 بواحد. فدي عندك مشكله ليه؟ عشان انت الدريفت عندك طلع واحد واللي فوق موجود مين؟ موجود اكس، تبقى مشكلتك في اكسات. فهي بتتحل باي سبستيتيوشن صح؟ تمام بس واحده واحده. هقول لك على طريقه حل ثانيه هتعجبك. بص يا باشا انت مش عايز فراكشن صح؟ حلو. يعني انت هتموت وتلاقي مين فوق؟ تلاقي اكس بلس 1 زي ده صح؟ طب بص انا هعمل ايه؟ بص انا هزود واحد من عندي، ما انا ما بغيرش في السؤال، فانا زودت واحد من عندي عشان انا عايز اكس بلس 1 فوق عشان يبقى زي اللي تحت تمام؟ فعشان كده زودت واحد من عندي. طب انا مش عايز اغير حاجه في السؤال، مش انا زودت واحد يبقى اطرح واحد صح؟ اهو على اكس بلس 1. طيب بص بقى اقول لك على حاجه، انا هعتبر دي حاجه واحده تمام؟ ما دي برضو ما هي نفس الحاجه. طب مش انت عندك حاجه واحده تحت وحاجتين فوق يبقى بتعمل شراب رول، يبقى هقسم ده على ده وده على ده. طب بص بقى كده اللي هيحصل. يلا بينا. اكس بلس 1 على اكس بلس 1 اتبقى كام؟ اتبقى 1 بس هكتبها لك برضو اكس بلس 1 على اكس بلس 1. يلا في اشاره في النص ماينس نزلتها زي ما هي، واحد اهو على اكس بلس 1. طب اكس بلس 1 على اكس بلس 1 راحوا مع بعض اتبقى لك واحد ماينس واحد على اكس بلس 1. الكلام ده كان كله ايه جوه الانتجريشن، لسه ما عملتش اي حاجه. طب بص بقى كده هتفرق معايا ازاي؟ تعرف تعمل لدول انتجريشن ال1 باكس صح؟ طيب بص بقى مش ده فراكشن؟ طب مش انت كنت اول حاجه بتبص على الديريفيتيف بتاعه؟ ديريفيتيف اكس بلس 1 ب1. طب ما انت لقيت الديريفيتيف بتاعه فوق اهو، يبقى الناتج لين اللي تحت يبقى ماينس لين اكس بلس 1. شفتوا فرقت معايا ازاي؟ تمام؟ بدل ما اروح اعمل سبستيتيوشن. خلي بالك السبستيتيوشن ده انت اخر خيار بتروح له
تمام؟ ما انا هنا بايدي ما احلهاش سبستيتيوشن، بس انت بص عشان ما احلهاش سبستيتيوشن عملت ايه؟ طب انا زودت الواحد ده على اساس ايه؟ ما انت هتموت وتلاقي فوق اكس بلس واحد. طب ما انت عايز ايه؟ ما انت عايز واحد، ما انا زودت واحد يبقى نقص واحد عشان ما اغيرش حاجه في السؤال واشتغل شراب رول. تمام؟ اتمنى تكونوا فهمتوها. يلا بينا نخش على السؤال اللي بعده. بص يا باشا، دي سبستيتيوشن ليه؟ عشان ده براكت وعليه باور. مش انت دي هتقول لي انتجريشن اكس بلس واحد مضروبه في اكس ماينس واحد وعليها باور نيجاتيف هاف. طب ما ده البراكت اللي عليه باور، فانت كنت هتمسك البراكت ده وتعمل له ديريفيتيف. طب ديريفيتيف الاكس بواحد، هل هنا عندك واحد ولا عندك اكسات؟ عندك اكسات، تبقى مشكلتك في اكسات. هي دي الطبيعي انها تتحل باي سبستيتيوشن، بس انا هعمل نفس الحركه ومش هحلها باي سبستيتيوشن. بص يلا بينا. الحركه دي بتنفع في فراكشن. تمام؟ انت هتموت وتلاقي مين فوق؟ اكس ماينس 1 صح؟ ما عشان عندك تحت اكس ماينس 1. بص بس خلينا متفقين ان دي انتجريشن اكس بلس 1 على اكس ماينس 1 وعليها باور كام؟ وعليها باور هاف. طيب انت عايز مين فوق يا باشا؟ انت عايز دلوقتي مين؟ ماينس 1. طيب بص بقى، هروح انا انقص واحد. تمام؟ ودي البلس واحد بتاعت السؤال، مش انا نقصت واحد يبقى زود واحد. وصلت؟ تمام؟ طيب على اكس ماينس 1 وعليها باور كام؟ هاف. اسمع بقى، ما انت عايز فوق اكس ماينس 1 يبقى انت دول كده هتعتبرهم حاجه واحده اهو. تمام؟ 1 بلس 1 ب 2، فبقت انتجريشن اكس ماينس 1 بلس 2 على اكس ماينس 1 وعليها باور كام تحت؟ باور هاف. بص اللي هيحصل، مش احنا الخطوه اللي بعد كده كانت شراب رول؟ ما انا معتبر دي حاجه واحده، ما انا معتبر دي ايه؟ حاجه واحده. تمام؟ يلا خد لي ده على ده، يلا وده على ده. يلا يا باشا بص، اكس ماينس 1 بص هكتبها لك برضو، اكس ماينس 1 على اكس ماينس 1 باور هاف. ماشي؟ عندك مين هنا؟ عندك بلس 2 على اكس ماينس 1 باور كام؟ باور هاف. طب حلو، ركز بقى معايا. تمام؟ بص يا باشا، انا بقيت بقول باشا برضو. يلا بينا. بص، مش ده عليه باور 1؟ مش انا في الديفايدد بطرح الباور؟ فدي بقت اكس ماينس 1 ماينس هاف صح؟ طب 1 ماينس هاف بكام؟ بهاف. فدي بقت اكس ماينس 1 عليها باور كام؟ عليها باور هاف. صح؟ تمام. الكلام ده على فكره كله جوه الانتجريشن، انا لسه ما عملتش حاجه. تمام؟ طيب ودي هتبقى 2، طلع لي ده فوق بعكس اشاره الباور، بقت 2 اكس ماينس 1 عليها باور كام؟ نيجاتيف هاف. بص بقى، دي تعرف تعمل لها انتجريشن؟ طبعا. تمام؟ ما ده براكت وعليه باور صح؟ لقيت الدريفت بتاعه جنبه، ما هو دريفت بالاكس بواحد، يبقى هرفع الباور واقسم على الباور الجديد، سهل اتحل. طب دي ما ده براكت وعليه باور. تمام؟ بص، هو الانتجريشن بيخش كده صح؟ يعني ممكن اعمل كده ما يجراش حاجه، بتوزع على الاثنين. تمام؟ الاثنين دي مش ده رقم، مش انا قلت لك ده رقم، خليه فين؟ خليه بره. تمام؟ ادي الاثنين اهي، وادي الانتجريشن اهو. حلو؟ ما عملتش حاجه، مش ده براكت وعليه باور، لقيت الدريفت بتاعه بره اللي هو كام؟ واحد، يبقى ارفع الباور واسمع الباور الجديد. شفت الحركه اللي انا عملتها سهلت عليا ازاي بدل السبستيتيوشن؟ تمام؟ طيب يلا بينا. انتجريشن اكس ماينس 1 باور هاف، هرفع الباور واسمع الباور الجديد، فبقت اكس ماينس 1 عليها باور 3 اوفر 2، وهنا 3 اوفر 2 تحت هتطلع هنا ايه؟ 2 اوفر 3 زي ما اتعلمنا. تمام؟ بلس هنا عندك 2. تمام؟ تايمز يلا ده باور نيجاتيف هاف، هرفع الباور واحد فبقى باور هاف، واقسم على مين؟ على هاف. طب مش هاف تحت تطلع كام؟ تطلع 2 فوق صح؟ تمام؟ فبقت 2 اوفر 3 اكس ماينس 1 باور 3 اوفر 2 بلس 4 اكس ماينس 1 وعليها باور كام؟ هاف بلس سي. ده ناتج الحل. اتمنى تكون وصلت لكم. كل ده انا بعمله عشان اسهل على نفسي خطوه السبستيتيوشن. تمام؟ يلا بينا نخش على السؤال اللي بعده. باي بارتس. بصوا بقى، انتجريشن باي بارتس. احنا دلوقتي خدنا البراكت اللي عليه باور تمام، ولاقي الدريفت بتاعه جنبه. طب لو ما لقيتش بشتغل سبستيتيوشن. طب لو عندك فراكشن ممكن تسهلها على نفسك، تزود وتطرح زي ما انا عملت في اخر سؤالين. تمام؟ حلوين اخر سؤالين دول اللي انا حليتهم. بص بقى، الباي بارتس ده بقى انا بستخدم. بص هقول لكم على حاجه برضه، نصيحه يعني. انت وانت داخل على مساله الانتجريشن هو طبعا مش هيقول لك انت هتشتغل بايه، فانت لازم تبقى عارف انت هتشتغل بايه، ما انت عندك حالات كتير. تمام؟ بص انا هرتب لك تفكيرك وامشي معايا. اول حاجه بشوف هل لو انا عندي براكت بفكر اول حاجه فيه هل الدريفت بتاعه موجود بره ولا لا. طب لو موجود تمام، او لو مشكلتي في رقم بروح ازود الرقم واقسم على الرقم، كده المساله بتبقى 100 فل و10 وخلصت صح؟ تمام. طب لو فراكشن ببص على اللي تحت اشوف هل الدريفت بتاعه فوق ولا لا. طب لو فوق ده ناتج الانتجريشن لان اللي تحت.
طب حلو، لو مش موجود يبقى دي كده سبستيتيوشن. قدامك بقى حلول تعملها، يا اما تشتغل سبستيتيوشن يا اما تعمل زي تزود وتطرح. تمام؟ طب حلو. البايبارتس سهل اعرفها ليه؟ لان انت هتلاقي حاجتين مش من نفس النوع مضروبين في بعض جوه الانتجريشن. مش انت كان عندك في الديريفيتيف للتايمز كان قانون كده صح؟ فيرست في الديريفيتيف السكند والحاجات دي. ما انا هنا نفس الكلام في الانتجريشن، عندي قانون للتايمز بس لو حاجتين مختلفين مضروبين في بعض اللي هو البايبارتس. تمام؟ طب دي بايبارتس ليه؟ دول حاجتين مختلفين مش من نفس النوع مضروبين في بعض. طب الحاجه الاولانيه دي نوعها ايه؟ بولينوميال صح؟ باينوميال. تمام؟ طب والحاجه الثانيه دي اكسبوننشال. بص ده حاجه وده حاجه ثانيه خالص، يبقى ده بايبارتس. تمام؟ طب دي كده كانت ايه؟ مقدمه كده على البايبارتس. طب احنا كنا بنحلها معاكم ازاي؟ كان ليها قانون، يلا ايه هو؟ فيرست في انتجريشن السكند ماينس انتجريشن السكند في ديريفيتيف الفيرست. طب كان في حاجه كمان، هو شرط ان الفيرست ده يبقى الاكس، يعني شرط ان الفيرست ده يبقى هو اول حاجه؟ لا، دي كان ليها لازم ترتيب معين اللي هو الليت. تمام؟ ما انا الليت ده اللي كنت بعرف منه الفيرست والسكند. طب بص يا باشا، الليت ده ال دي اختصار ايه؟ اللوجاريزميك اللي هو اللين واللوج. تمام؟ والحاجات دي. طب الاي دي اختصار الالجبريك اللي هم مين؟ اللي هم البولينوميال اللي هم الاكس باور 2 والاكس واكس باور 3 والحاجات دي. طب التي دي اختصار مين؟ اختصار ترايجنومتريك اللي هم ساين وكوزاين وتان والحاجات دي. طب الاي ده اختصار مين؟ اختصار الاكسبوننشال اللي هو اي حاجه الباور اكس، يعني 2 باور اكس اي باور اكس، كل ده بعتبره ايه؟ بعتبره اكسبوننشال. طب بص، مين فيهم الاقوى؟ الاقوى كده، يعني اقوى حاجه عندي اللين واللوج. تمام؟ يعني بص بقى، طب استفدت ايه انا بالاقوى والاضعف والحاجات دي كلها؟ بص انت هنا عندك كام حاجه؟ عندك حاجتين. تمام؟ طيب الاولى دي تمام؟ انا دلوقتي بقى عايز اعرف مين الفيرست ومين السكند. طب حلو، بعرف على اساس ايه؟ على اساس الليت. اقوى حاجه هي الاولى. تمام؟ طب انت عندك اكس وعندك اي، الاكس ده نوعه ايه؟ اللي هو الالجبريك اللي هو الاي. تمام؟ مين جاي الاول فيهم؟ الاي ولا الاكسبوننشال؟ الاي. يبقى الاي ده الفيرست، يبقى ده مين؟ الفيرست وده السكند. وصلت؟ يلا بينا بقى نمشي على القانون. فيرست يبقى هنزل الفيرست زي ما هو اللي هو الاكس تايمز انتجريشن السكند. بصوا يا جماعه، انتجريشن السكند يعني عايز اعمل انتجريشن لاي باور اكس، انتجريشن اي باور اكس باي باور اكس. يلا انتجريشن السكند يعني اي باور اكس ماينس انتجريشن، يلا انتجريشن السكند اللي هو اي باور اكس تايمز ديريفيتيف الفيرست. طب الفيرست اللي هو مين؟ اللي هو الاكس، ديريفيتيف الاكس ب1. تمام؟ يلا بقت اكس اي باور اكس ماينس انتجريشن اي باور اكس باي باور اكس بلس سي. تمام؟ الحمد لله. نخش على السؤال اللي بعده. نمبر 15. يلا بينا. دول حاجتين مضروبين في بعض مش من نفس النوع، يبقى ده انتجريشن باي بارتس. تمام؟ يلا قول لي مين الفيرست ومين السكند. معاك مين؟ على ادي الليت اهو. تمام؟ معاك الجبريك واكسبوننشال، مين اقوى؟ الالجبريك اللي هو ال4 اكس، يبقى ده الفيرست. تمام؟ وده السكند. يلا بينا القانون، يلا فيرست يبقى هنزل 4 اكس زي ما هو في انتجريشن السكند، همسك السكند اعمل له انتجريشن اهو، انتجريشن اي باور 2 اكس. يلا هنزلها زي ما هي، بس خلي بالك دي مش اي باور اكس، دي اي باور 2 اكس، يبقى هقسم على ده. تمام؟ فبقت فيرست في انتجريشن السكند، يعني انتجريشن السكند بقى هاف اي باور 2 اكس ماينس انتجريشن السكند، يعني هنقل ده زي ما هو، ما ده انتجريشن السكند، ما عشان كده بعمله على جنب، تايمز ديريفيتيف الفيرست، ديريفيتيف 4 اكس ب 4. يلا بينا 4 اوفر 2 ب 2، فدي بقت 2 اي باور 2 اكس، الهاف والفور راحوا مع بعض اتبقى 2، ال2 طلعتها بره الانتجريشن ما يجراش حاجه، فدي كده بقت انتجريشن اي باور 2 اكس. تمام؟ عندك 2 انتجريشن اي باور 2 اكس بنقلها زي ما هي، بس خلي بالك دي اي باور 2 اكس يبقى لازم تقسم على كام؟ على هاف، على ده. تمام؟ بلس سي. طب هاف و2 راحوا مع بعض اتبقى لك 2 اي باور 2 اكس ماينس اي باور اكس بلس سي، ده ناتج المساله. تمام؟ نخش على السؤال اللي بعده. نمبر 16. يلا بينا. بص يا باشا، دي انتجريشن باي بارتس، عادي ما تقوليش فراكشن، ما انا ممكن اكتبها كده، ما انتجريشن اكس دوت اي باور نيجاتيف 2 اكس، طلعتها فوق بعكس اشاره الباور، فدي كده بقت انتجريشن باي بارتس عشان دول حاجتين مختلفين مضروبين في بعض مش من نفس النوع. تمام؟ خلاص حفظناه. ده الجبريك يبقى ده الفيرست عشان ده الاقوى، وده اكسبوننشال يبقى ده السكند عشان ده اضعف حاجه. تمام؟
احنا على طول بنحتاج انتجريشن السكند، فتعالى نمسك السكند نعمل لها انتجريشن. بقت اي باور نيجاتيف 2 اكس، اعملها لي انتجريشن، هتنقلها زي ما هي، بس خلي بالك دي مش اي باور اكس، دي اي باور نيجاتيف 2 اكس، يبقى تقسم هنا على ماشي نيجاتيف 2 اهو. تمام، ده كده بقى انتجريشن الانتجريشن السكند. يلا بينا فيرست، يلا انا همشي مع القانون، ها القانون انت حافظينه. يلا فيرست، هنقل الفيرست زي ما هو في انتجريشن السكند، ادي انتجريشن السكند عملته على جنب اهو، بقت نيجاتيف هاف اي باور نيجاتيف 2 اكس، الباكش ده مضروب هنا ماشي. يلا ماينس انتجريشن السكند، يعني هنقل ده هنا، يعني نيجاتيف هاف اي باور نيجاتيف 2 اكس تايمز ديريفيتيف الفيرست. طب مين الفيرست؟ الاكس، الديريفيتيف بتاعه بكام؟ بواحد. يلا بينا بص، ده نيجاتيف هاف اكس اي باور نيجاتيف 2 اكس، يلا نيجاتيف ونيجاتيف بقت بوزيتيف، بوزيتيف هاف اهو، اي باور نيجاتيف 2 اكس اعملها لي انتجريشن. تمام، فهتبقى ايه؟ هتنزل زي ما هي اي باور نيجاتيف 2 اكس، بس لازم تقسم على كام؟ على نيجاتيف 2، عشان عندك هنا الباور في نيجاتيف 2 بلس سي. طب هاف في نيجاتيف هاف تبقى كام؟ نيجاتيف كوارتر. تمام، نيجاتيف كوارتر، نيجاتيف وبوزيتيف تبقى نيجاتيف. تمام، ادي ناتج الحل اهو بتاع السؤال. تمام، يلا بينا نخش على السؤال اللي بعده. نمبر 17 ده باي بارتس برضه، لان دول حاجتين مختلفين مش من نفس النوع موجودين جنب بعض. تمام، فدي كده هطلعها فوق بعكس اشاره الباور. تمام، بقت انتجريشن 3x بلس 5 مضروبه في مين؟ في اي باور نيجاتيف 2 اكس. يلا بينا، مين الفيرست ومين السكند؟ ده الفيرست عشان ده الالجبريكلي وده الاقوى. تمام، مين السكند؟ اي باور نيجاتيف 2 اكس. طب يلا نعمل انتجريشن للسكند عشان بنحتاجها كتير في الحل زي ما اتعودنا. يلا بنقلها زي ما هي، عشان هنا الباور مش بواحد، فهنا بقت كام؟ نيجاتيف هاف. طب حلو، يلا بينا نمشي مع القانون. ادي انتجريشن السكند ده عشان بحتاجه في السؤال، عشان ده موجود في القانون. يلا فيرست اللي هو مين؟ اللي هو 3x بلس 5. يلا في انتجريشن السكند يعني هضربه في كام؟ في نيجاتيف هاف اي باور نيجاتيف 2 اكس، خليت النيجاتيف هاف بره محدش يزعل. تمام، اي باور نيجاتيف 2 اكس. يلا بينا ماينس انتجريشن السكند صح؟ اللي هو نيجاتيف هاف اي باور نيجاتيف 2 اكس مضروب في مين؟ في الدريفتيف الفيرست، دريفتيف 3x بلس 5 ب 3. وصلت؟ يلا بينا، ده كده بقى نيجاتيف هاف 3x بلس 5 مضروبه في اي باور نيجاتيف 2 اكس. يلا بينا اعملي انتجريشن. معلش بس الهاف ده بيطلع بره صح؟ النيجاتيف هاف ده يطلع بره، فخليته هنا بوزيتيف هاف اهو، عشان نيجاتيف ونيجاتيف راحوا اهو مسحته. يلا بينا نعمل انتجريشن لدي. معلش مش ال 3 ده رقم اطلعه بره برضه ما فيهاش مشكله، مش عايز يمسح ليه. فهنا بقت كام؟ 3 اوفر 2. يلا بينا بقى نعمل انتجريشن لدي. نزلت 3 اوفر 2 اهو، انتجريشن اي باور نيجاتيف 2 اكس هتنزل زي ما هي اي باور نيجاتيف 2 اكس، بس هنا عندك 1 على نيجاتيف 2. شاطر. يلا 3 اوفر 2 مضروبه في 1 اوفر نيجاتيف 2، مش ده هيتضرب في ده، فهتبقى كام؟ هتبقى 3 اوفر نيجاتيف 4. تمام، 3 اوفر نيجاتيف 4، مش ده نيجاتيف وبوزيتيف، يتبقى مين؟ يتبقى نيجاتيف. تمام؟ نعم. تمام، ده ناتج الحل بلس سي. وصلت؟ طب يلا بينا نخش على السؤال اللي بعده. نمبر 18. بص، هو انتجريشن للين اكس انت المفروض تبقى حافظه. تمام، هو اكس لين اكس ماينس اكس بلس سي. طب تعالى نثبت. بص، هي دي في الحقيقه مساله انتجريشن باي بارتس. تمام، انت المفروض تبقى عارف ان انتجريشن اللين، عشان بص دي حاجه ثابته، فانت المفروض تبقى عارفها عشان ما تضيعش وقت في الامتحان. تمام، انتجريشن دي لين اكس، اكس لين اكس ماينس اكس لين اكس ماينس اكس. تمام، لازم تبقى حافظها عشان هتوفر معاك وقت في مسائل ثانيه. تمام، طب تعالى بقى اثبت لك انها بتساوي كده. بص يا معلم، دي في حقيقه الامر مساله انتجريشن باي بارتس. تمام، اهو احنا بصوا الانسر اهو هنثبته دلوقتي. تمام، بص هو مش هنا في واحد؟ هنا في واحد يا عم. مش دول بقوا حاجتين مختلفين مضروبين في بعض؟ ما دول حاجتين مختلفين. ما الواحد ده الجبريكلي، مش الواحد ده عباره عن اكس باور 0 صح؟ ومش احنا قلنا ان الاكسات دي عباره عن الالجبريكلي اللي هي في الليت صح؟ طب يبقى انا كده معايا ده ومعايا ده، مين الاقوى؟ اللين اكس اللي هو اللوجاريزميك صح؟ يبقى ده الفيرست وده السكند. بص بقى يا باشا، يلا بينا. فيرست في انتجريشن، السكند ماينس انتجريشن السكند في ديريفيتيف الفيرست. يلا بينا. فيرست، مين الفيرست؟ لين اكس اهو، هنزله زي ما هو، لين اكس بلس تايمز انتجريشن السكند بكام؟ ب 1. طب انتجريشن ال1 باكس ماينس انتجريشن السكند انتجريشن الاكس
او سوري انتجريشن ال1 باكس تايمز ديريفيتيف الفيرست، صح؟ طب دي كده سوري دي كده كانت انتجريشن السكند، صح؟ اللي هو باكس تايمز ديريفيتيف الفيرست. طب هو ديريفيتيف لين اكس بواحد على اكس، ما هو ديريفيتيف الفيرست بواحد على اكس بلس سي في الاخر، تمام؟ بعد ما نخلص، تمام؟ طيب حلو، اكس في واحد على اكس بواحد، فتبقى لك هنا انتجريشن واحد وهنا اكس لين اكس. طيب انتجريشن الواحد بقى يا باشا باكس، فهنا بقت ماينس اكس وهنا اكس لين اكس. وصلت اهو؟ اثبته لكم ولا لا؟ اهو تمام. بس انت بقى ايه، احفظها، تمام؟ يلا بينا. دي بقى لا، دي مش حفظ، دي لين اكس بلس واحد، فاتقل بقى، دي هنحلها عادي. يلا بينا. هتعتبر ان هنا عندك مين؟ عندك واحد، والواحد ده هو السكند، تمام؟ انتجريشن السكند اللي هو انتجريشن الواحد باكس عشان نبقى عارفينه على طول. يلا بينا. فيرست هنزل لين اكس بلس واحد زي ما هو في الديريفتيف، سوري فيرست في انتجريشن السكند، انتجريشن السكند اللي هو انتجريشن واحد في اكس، صح؟ ماينس انتجريشن السكند اللي هو باكس تايمز ديريفتيف الفيرست. طب ديريفتيف لين اكس بلس واحد تبقى واحد على اكس بلس واحد، يعني بقت واحد على اكس بلس واحد. طب مش اكس مضروبه في واحد على اكس بلس واحد، دي اللي هي اكس على اكس بلس واحد، صح؟ فاكر دي اللي احنا عملناها مع بعض؟ فاكرها؟ صح؟ لما كنت بزود واحد وبطرح واحد، تمام؟ طب دي كده خلاص خلصت، فدي بقت اكس لين اكس بلس واحد. تعالى بقى ناخد دي نعمل لها انتجريشن على جنب. مش كنا هنا بنزود واحد وبنطرح واحد، صح؟ ونعمل شراب رول، بقت انتجريشن اكس بلس واحد على اكس بلس واحد بواحد ماينس واحد على اكس بلس واحد. طب انتجريشن الواحد باكس ماينس دي، قلنا الانتجريشن بتاع مش ده الديريفيتيف بتاعه فوق، يبقى لين اكس بلس واحد، لين اللي تحت، تمام؟ يلا بينا. اكتب لي بقى كده دي هنا، خلاص جبنا دي اكس ماينس لين اكس بلس واحد، تمام؟ بص بقى النيجاتيف ده هيخش هنا وهيخش هنا، صح؟ طيب فبقت اكس لين اكس بلس 1 نيجاتيف اكس، هتبقى نيجاتيف اكس نيجاتيف في نيجاتيف فبقت بوزيتيف، بقت بوزيتيف لين اكس بلس 1، تمام؟ طب بص يا باشا، مش دلوقتي عندك دول دلوقتي كده اكس لين اكس بلس 1 وهنا عندك نيجاتيف اكس سوري ودي كده بلس، تمام؟ مش دول كده يا عم لايك ترم، صح؟ لايك ترم اهم، اجمعهم اكس لين اكس بلس 1 بلس اكس لين اكس بلس 1 ب 2 اكس لين اكس بلس 1 ماينس اكس بلس سي، ادي الحله، تمام؟ يلا بينا. السؤال ال20 لين اكس باور 2. بص يا باشا هفكرك كده بحاجه من ثانيه ثانوي، لين اكس باور 3، مش اللين كانت مهمته بينزل الباور بتاعت الحاجه اللي عليه جنبه، صح؟ فدي كده بقت 3 لين اكس، صح؟ طب ما انا لو جيت قلت لك لين اكس باور 2، مهمه اللين ايه؟ بينزل الباور بتاعت الحاجه اللي عليه جنبه، فدي كده هتبقى 2 لين اكس. طيب مش دي لين اكس باور 2؟ طب ما اللين هينزل الباور بتاعت الحاجه اللي عليه جنبه، صح؟ فدي بقت انتجريشن ل 2 لين اكس. طب بص، مش انا قلت لك اي رقم ممكن اطلعه بره الانتجريشن ما يجراش مشكله، فدي بقت 2 انتجريشن لين اكس. طيب مش انا كنت محفظك ان انتجريشن لين اكس زي ما اثبته لك ان هو باكس لين اكس ماينس اكس، فدي هتبقى 2 مضروبه، ما هو ناتج الانتجريشن للين اكس ده باكس لين اكس ماينس اكس زي ما انا قلت لك بلس سي زي ما اثبتناها. وصلت؟ يلا بينا نخش على السؤال اللي بعده. نمبر 21. يلا يا مصيبتي. باي بارتس. بصوا بقى دي كده رسمي باي بارتس، تمام؟ لان دول حاجتين مختلفين عن بعض مضروبين في بعض. طب مين الفيرست ومين السكند؟ ما انا عرفتك حوار الليت. هنا عندك مين؟ عندك الجبريكلي وعندك ليت، مين فيهم الاقوى؟ ال اللي هو اختصار مين؟ اللين واللوجاريزم، يبقى ده الفيرست وده السكند. طب كان ايه القانون؟ يلا فيرست في انتجريشن السكند، فيرست مضروب في انتجريشن السكند ماينس انتجريشن السكند في ديريفيتيف الفيرست. يلا بينا. فيرست مين هو الفيرست؟ لين اكس بنزله زي ما هو
بقت لين اكس مضروبه في انتجريشن السكند. مين السكند؟ اكس باور 3. تعالى نعمله انتجريشن على جنب. انتجريشن اكس باور 3 ب 1 اوفر 4 اكس باور 4. فدي هنزلها هنا، معلش ال 1 اوفر 4 هجيبها بره محدش يزعل. تمام؟ اكس باور 4 ماينس انتجريشن السكند 1 اوفر 4. طلعت ال 1 اوفر 4 بره الانتجريشن محدش يزعل برضه، صح؟ في ديريفيتيف الفيرست. ديريفيتيف الفيرست مين الفيرست؟ لين اكس. طب ديريفيتيف اللين بواحد على اكس، صح؟ طيب اكس باور 4 على اكس باكس باور 3 جوه الانتجريشن، وهنا عندك 1 اوفر 4 ماينس وهنا 1 اوفر 4 لين اكس مضروبه في مين؟ مضروبه في اكس. يلا تعرف تعملي انتجريشن لاكس باور 3 هتبقى 1 اوفر 4 اكس باور 4 دي كده اهي. ده 1 اوفر 4 اكس، انا خليت الاكس في الاول ماشي. اكس لين اكس ماينس ال 1 اوفر 4 نزلته انتجريشن اكس باور 3 اكس باور 4 على 4. مش ال 4 وال 4 دول يتضربوا في بعض تبقى 1 اوفر كام؟ اوفر 16. بقت اكس باور 4 اوفر 16 او 1 اوفر 16 بلس سي. تمام؟ ده كده ايه؟ خلص. ادي كده حل السؤال. تمام؟ طيب يلا بينا نخش على السؤال اللي بعده نمبر 22. ماشي. بص بقى، بص همتعك دلوقتي. بص بالله عليك ركز معايا. بص حلو قوي السؤال ده، انا بحبه قوي. بصوا يا رجاله، بحبه. بصوا انا لما بحط امتحان الامتحان كله يبقى الاسئله دي جميل كده. بص هو يبان لك ان هو صعب بس هو سهل ممتنع. بص يا مستر سيد، اي حاجه معاك سهله. انت حبيبي والله يا مستر سيد، انا بتعلم منك. بص كده دي ايه رايك فيها؟ جامد. واحد على اكس صح؟ شراب. طب ولا شراب ولا حاجه. مستر سيد تزعل لو انا جيت كتبتها كده؟ ما تزعلش مني. انت حبيبي تزعل لو انا كتبتها كده؟ ما تزعلش صح؟ ما فيهاش زعل. طيب تزعل لو انا جيت كتبتها كده؟ لا برضه. حلو. هو النيجاتيف سريع. بص يا مستر سيد، مش ده براكت وعليه باور؟ ده انا لقيت الدريفت بتاعه جنبه. هو دريفت لين ايه؟ لين اكس بيه يا مستر سيد. الله، ده انا لقيت الدريفت بتاعه جنبه. يبقى اعمل ايه يا مستر سيد على طول؟ بس خلصت، ما فيهاش باي بارتس. وصلت؟ مع الباور الجديد تمام. لقيت الدريفت بتاعه ايه؟ جنبه. طب هي كانت لين اكس باور نيجاتيف 3 فهزود الباور فهتبقى لين اكس باور نيجاتيف 2 اوفر نيجاتيف 2 بلس سي. وصلت؟ والنبي ما حد يجي يقول لي ان ال 3 دي هتنزل. اللين بتنزل الباور بتاع الحاجه اللي جواها مش الباور بتاعها هي. يعني ده مش هينزل، ده مش هينزل، ده غلط. الباور ده اللي بينزل. تمام؟ طيب يلا بينا نخش على السؤال اللي بعده. حلو ده نفس بص دي هي بص بلخبطه. بص يا مستر سيد، مش دي واحد على اكس؟ الله تعالى يا مستر احمد. يا باشا لا انت اتفضل يا باشا. لا يا باشا. اتفضل يا باشا. يا باشا اتفضل يا باشا. انت كيف؟ يلا اتفضل يا باشا. مش قدك يا عم. يلا يا باشا. بص يا شباب، انا عندي هنا لين اكس اول باور 3 تمام. وعندي جنب هنا 1 اوفر الاكس. لاحظت الديريفاتيف بتاع ده موجود بره 1 اوفر الاكس، فاول ما بلاقيه على طول موجود بره فبعمل ايه بقى؟ بشطب عليه. وبالنسبه لي ده بزود على الباور 1 وبقسم على الباور الجديد. يا سلام. فهتبقى ايه؟ لين اكس اول باور 4 اوفر ال 4. يا سلام يا باشا سلام. بسرعه يا باشا. اهي تعرف عسكري؟ بلس السي. اوعى تنسى السي. اوعى خلي بالك. نسى السي. تعرف عسكري ولا لا؟ تعرف عسكري؟ بص بقى هنا الباور فين؟ يعني ده ينزل فدي كده بقت انتجريشن. الباور هنا على الحاجه اللي جوه اللين. انا قلت لك اللين بتنزل بتاع الباور الحاجه اللي جوه عليها. الباور بتاع الحاجه اللي جواه، وانا قلت ايه؟ الباور بتاع الحاجه اللي جواه. فدي كانت اكس باور 2 تنزل فبقت 2 اكس باور 2 لين اكس. طبعا دي باي بارتس عشان دول حاجتين مختلفين مضروبين في بعض. طب مين الفيرست؟ خلاص عرفنا بقى اللين. مين السكند؟ 2 اكس باور 2. تعالى نعمل انتجريشن للسكند على جنب عشان زي ما اتعلمنا هنحتاجه في حل السؤال صح؟ فهتبقى 2 اوفر 3 اكس باور 3 ومحدش يسال ليه. تمام؟ يلا بينا. فيرست ذاكروا بقى. فيرست مين ايه؟ ليه؟ يا مستر سيد ليه كنت تسيبني؟ ماشي. زودت الباور وقسمت على الباور الجديد. انت تؤمر يا باشا. تمام؟ يلا بينا. يلا فيرست في انتجريشن السكند. فيرست مين هو الفيرست؟ لين اكس. في انتجريشن السكند جبناه على جنب اهو.
معلش محدش يزعل لما اجي اطلع ال 2 باور 3 دي، ال 2 اوفر 3 دي بره، اكس باور 3 يا عم سيبهم هم بس، هم متسيستمين بالطريقه ماينس عشان هم بيزعلوا بجد والله. احمد بيزعل وانا بزعل مستر. يلا ماينس انتجريشن السكند، انتجريشن السكند جبناه 2 اوفر 3 اكس باور 3. طب هعمل ايه؟ ديريفيتيف للفيرست، ديريفيتيف لين اكس، واحد على اكس. يلا بينا نظبط شكلها، هخلي الاكس دي هنا تمام، فبقت 2 اوفر 3 اكس باور 3 لين اكس تمام. ماشي، ودي 2 اوفر 3 طلعت بره ماشي. بص اكس باور 3 على اكس باكس باور 2، يعني هنعمل انتجريشن لاكس باور 2. طب انتجريشن اكس باور 2 خليت ال 2 اوفر 3 بره، انتجريشن اكس باور 2 فبقت اكس باور 3 على 3 بلس سي تمام. طيب الثلاثه هتتضرب في الثلاثه صح؟ اللي تحت دول هيبقوا بكام؟ هيبقوا بتسعه تمام، فبقت نيجاتيف 2 اوفر كام؟ 9 تمام. فده بقى الحل ماشي. يلا بينا نخش على السؤال اللي بعده نمبر 25. بص ده باي بارتس، لا ده سبستيتيوشن، لا طب ايه؟ مستر سيد دلوقتي بيمثل حال الطلبه. اه هو انا قايل له يقول كده تمام. هو دلوقتي قال لك باي بارتس، ده دلوقتي تفكيركم عشان انتوا دلوقتي لقيتوا ان دول حاجتين مختلفين مضروبين في بعض، فانتوا هتفكروا بالتفكير ده تمام. طيب يلا بينا. بص بقى ده مش باي بارتس ليه؟ لان انت لو جيت بصيت كده هتلاقي دي 3 اكس باور 2 بلس 1. طب امسك كده الباور اعمله دريفتيف، هتبقى كام؟ هتبقى 6 اكس صح؟ طيب بص بقى انا قلت لك ايه؟ مشكلتك مش في اكسات. ايه؟ اضرب في 3 صح واقسم مع هو اضرب صح 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 يا ابني انا كل ده بسبب شرح مستر عمر بيه. حبيبي والله يا مستر سيد. بصوا بقى هنا مشكلتي مش في اكس صح؟ مشكلتي في رقم تمام؟ طيب انا دلوقتي محتاج اشوف مين هنا؟ محتاج اشوف 6 اكس صح؟ طب انا طلعت التو بره اهو، ما تزعلش نفسك تمام؟ مش انا هضرب جوه في 6 يبقى اقسم بره على كام؟ على 1 اوفر 6. وصلت؟ فدي كده بقت انتجريشن بالمنظر ده. يلا مش انا لقيت الدريفت بتاع الباور جنبه صح؟ و2 ومضروبه في 1 اوفر 6 دي بكام؟ 1 اوفر 3 صح؟ مستر سيد قال عليه تمام. يبقى دلوقتي لقيت الدريفتيف بتاع الباور جنبه، يبقى اعمل ايه؟ يبقى ناتج الانتجريشن بنقل الاكسبوننشال زي ما هو تمام بلس سي، بس عندك مين بره؟ 1 اوفر 3 تمام. طالما لقيت الدريفتيف بتاع الاكسبوننشال جنبه ناتج الانتجريشن بكتب الاكسبوننشال زي ما هو تمام. طيب يلا بينا نخش على السؤال اللي بعده نمبر 26. مش ده دلوقتي فراكشن؟ ده فراكشن صح؟ بص كده اول حاجه كنت بفكر فيها بشوف الديريفيتيف بتاع اللي تحت. طب ديريفيتيف اي باور 2 اكس بلس 3 يبقى اي باور 2 اكس. ايه ده؟ مش انا لقيتها فوق؟ يبقى ناتج الانتجريشن لين اللي تحت بقت لين اي باور 2 اكس بلس 3 بلس سي تمام. يلا بينا نخش على السؤال اللي بعده. بص يا باشا يلا ده اكسبوننشال تمام، عليه باور منظره غريب كده. امسك كده الباور ده اعمله ديريفيتيف. طب ديريفيتيف 6 اكس ماينس اكس باور 2 هتبقى 6 ماينس 2 اكس تمام. حلو، واحده واحده بقى. مين متكرر هنا؟ مش في 2 هايست كومن فاكتور تمام. يبقى اتبقى لي لما قسمت 6 على 2 طلع لي كام؟ 3. ولما قسمت دي على 2 ده راح مع ده اتبقى لي مين؟ اكس. ايه ده؟ مش انا بصيت لقيت ده؟ مشكلتي مش في اكسات صح؟ محتاج مين؟ محتاج 2 صح؟ عشان تبقى دي يبقى قاسم بره على كام؟ على هاف. يبقى الهاف نزل. ايه ده؟ مش انا لقيت الديريفيتيف بتاع الباور جنبه؟ يبقى اكتب الاكسبوننشال زي ما هو. وصلت؟ بلس سي تمام. حبايب قلبي واخواتي سينيور 3، مستر عمر شرح لكم المقالي، انا كمان بقى هشرح ايه اللي تشوز اللي بعد المقالي. عايزك بقى ايه ما تكسلش تكتب ورا الفيديو كل حاجه كل تفصيله بتتقال، علشان الدرس ده مهم جدا جدا جدا. طيب بسم الله ونبتدي. بيقول لك ايه؟ بيقول لك اكس باور ان دي اكس ايكوال اكس باور ان بلس 1 اوفر ان بلس 1. يعني هو عمل ايه هنا يا شباب؟ هو كانت ان، فعمل ايه هنا؟ زود الباور واحد وقسم على الباور الجديد، فقال لك الان ما تنفعش تبقى بكام، فانت هتقعد تجرب في اللي تشوز. فلو جربت الزيرو هتنفع معاك، جربت ال1 هتنفع معاك، جربت ال2 هتنفع معاك. طب تعالى نجرب النيجاتيف 1. لو جربت النيجاتيف 1
يعني هتقول له اكس بار نيجاتيف 1 اهو، جرب ان نيجاتيف 1 بلس 1 اوفر نيجاتيف 1 بلس 1، فدي بزيرو، اي حاجه باور زيرو ب1، ودي بزيرو، فده هيديك اندفايند. طبعا ما ينفعش، هو اصلا بيقول لك ان هي تطلع معاك الانتجريشن، صح كده؟ فانت ما ينفعش الان تبقى بايه؟ بنيجاتيف 1 علشان هتبقى ايه؟ اندفايند. فانت لو جربت 2 جربت ال1 جربت ال0 هتطلع معاك عادي. طيب نخش على السؤال اللي بعده، سؤال سهل وجميل وما فيهوش اي حاجه. بيقول لك ايه هنا؟ بيقول لك 6x باور 5 في براكت 1 ماينس 1 على x باور 5. بص خليك لماح، هو هنا ده باور 5 فكله هنا التشويسز هنا باور 6 باور 6 باور 6. ملاحظ ايه هنا؟ ده هنا زود الباور واحد، زود ايه؟ الباور واحد وقسم عليه، صح؟ يبقى انا هحاول البراكت ده اشوف الدريفتيف بتاعه جنبه ولا لا. مش ده الرول اللي هو رول نمبر كام؟ 3، اللي هو لما الاقي براكت مثلا شبه ده كده اكس باور 2 باور 5 انتجريشن طبعا، وهنا مثلا اكس، خلاص هنا بشوف الدريفت بتاعه جنبه. الدريفت بتاع الاكس باور 2 ايه؟ 2 اكس، يبقى هنا دي محتاجه قد ايه؟ محتاجه 2 واقسم على 2 بره، يبقى كده انا هزود الباور واحد واقسم عليه. نفس الفكره طبعا هنا في هاف بار، يبقى انا احاول اخلي البراكت ده الدريفت بتاعه جنبه. طيب يلا بينا، بص سيبك من 6 خالص، وهنا باور 5 وهنا باور 5 هخليها كومن باور عادي، من حقك ان انت تعمل حاجه اسمها كومن باور اهو. يعني خليت ان براكت كامل كده باور 5 ودخلت الاكس هنا عليهم بالتايمز. دخل بقى الاكس بالتايمز هنا، بقت اكس في 1 باكس ب 1 اول باور 5. ايه ده؟ ده براكت. الدريفت في البراكت ايه هنا؟ او مش براكت بقى خلاص، دي انا هزود الباور واحد اصلا واقسم عليه، مش خلاص ده اصلا مش محتاجه حاجه. اكس باور 6 على 6، وهنا في بره ايه؟ 6، ف 6 راحت مع 6 هتطلع الاجابه ب. يبقى على حسب الاختيارات هتعرف احنا في رول كام. يلا بينا برضو نلاحظ ايه هنا؟ 13 13 13 يبقى هو ده زود البراكت واحد وقسم عليه. طب تعال نشوف، بس دي مجعلصه، بص دي مجعلصه لازم المها شويه. طب المها ازاي؟ بص بقى، دي حاجه اسمها بيرفكت سكوير. باخد روت الاولاني، روت ال4 ب2، روت الاكس باور 2 باكس، روت ال1 ب1، واخد الاشاره اللي في النص. ليه بقى؟ لو انت فكيت البراكت ده اصلا اللي هو الاول باور 2 والثاني باور 2 الاول في الثاني في 2 هيدي لك ده، فانا ما عملتش حاجه. ليه بقى؟ عشان يبقى شبه اللي تحت. طبعا هنا في باور 7 اوفر 2x ماينس 1 اول باور 2. باور بعملهم تايمز، يبقى 2x ماينس 1 اول 14 اوفر 2x ماينس 1 اول باور 2. مش ده شبه ده؟ في الديفايدد بعمل ايه الباورات؟ ماينس، يبقى 2x ماينس 1 14 ماينس 2 ب 12. يعني بص ده كله كده بقى كده. يبقى اهم من الانتجريشن تظبيط الانتجريشن. يبقى كده هعمل انتجريشن لده بس 2x ماينس 1 اول باور 12، اللي هو هزود الباور واحد طالما الاكس هنا عليها باور 1 يبقى ازود البراكت واحد واقسم عليه. تايمز كوفيشنت الاكس، ما تنساش دي بالله عليك. هتطلع الاجابه بتاعتك، استنى، تطلع الاجابه بي. ليه بقى؟ انا هو 13 تايمز 2 ايه؟ ب 26. في مشكله في الكلام ده؟ يلا بينا السؤال اللي بعده. بيقول لك هنا ايه؟ 3x باور 2 واكس باور n بلس 1 اول باور 5. هنا عمل زود البراكت واحد وقسم عليه، زين n بكام؟ طيب هو امتى في حاله ايه لما ازود البراكت واحد واقسم عليه؟ في حاله لو انا الاقي الدريفتيف بتاعه جنبه. في حاله ان انا الاقي ايه؟ الدريفتيف بتاعه جنبه. طيب يعني ده المفروض الاكس باور n بلس 1 المفروض اعمل له دريفتيف عشان يديني ده. ما هو هنا مش هيزود الباور واحد ويقسم عليه الا لو الدريفتيف البراكت جنبه.
طب تعرف تعمل الاكس باور ان دي دريفتيف؟ نزل الباور ونقص من الباور 1. المفروض ده ايكوال كام بقى؟ ايكوال 3 اكس باور 2. يبقى تاني هو عمل ايه هنا؟ زود براكت واحد وقسم عليه في حالة ايه؟ لما الاقي الدريفتيف بتاع البراكت عامة جنبه. يبقى كده الان بكام يا معلم؟ اهو الان ب 3. خلاص شكرا. خش على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده نفس الفكرة برضو. مش ده ممكن اخلي الروت ده 2x باور 3 بلس 1 اول باور هاف؟ مش انا ممكن اخليه كده اهو، كأن ده براكت عليه باور 1 وهنا سكوير روت ده 2، اخدت الباور اللي جوه على الباور اللي بره. وايه رايك لو انا طلعتها فوق كمان؟ اهو طلعتها فوق، بس لما اطلعها فوق الباور ده لو هو بالبوزيتيف بيخليه نيجاتيف. تاني خليت البراكت ده باور هاف وطلعته فوق، بشقلب الساين بتاع الباور بقى نيجاتيف هاف. خلاص مش عايز ده. براكت عليه باور، بشوف الدريفت بتاعه جنبه. الدريفت بتاع 2 اكس باور 3 ايه؟ ايوه 6 اكس باور 2. هنا موجوده بس الاكس باور 2، فمحتاجه مين؟ محتاجه 6 اهي. يبقى اقسم بره على 6. يبقى ده هعمل فيه ايه؟ ايوه ازود البراكت واحد واقسم عليه. طالما لقيت براكت الدريفت بتاعه جنبه ازود البراكت واحد واقسم عليه. فتزود ده واحد هيبقى 2 اكس باور 3 بلس 1 اول زود ده واحد بالكالكوليتر تطلع بهاف اوفر هاف. وهنا في تايمز بره 1 على 6 ما تنساش. اقسم 1 على 6 بالكالكوليتر ديفايدد هاف هتطلع 1 على 3. 2 اكس باور 3 بلس 1 اول باور هاف. انت ملاحظ ايه؟ مش ده اهو. يبقى الان بكام يا معلم؟ اهو يبقى الان بكام؟ ما هو ده خلي بالك هو الروت. يبقى الان بكام؟ ب 1 على 3. بالراحه واهدى وانت بتحل الماس علشان ما تكلكعش نفسك. يلا بينا. طبعا انت عارف الانتجريشن والدريفتيف عكس بعض، فلما يتقابلوا بيضيعوا بعض. بس لو الدريفتيف جه جوه هنا بعد الانتجريشن بس بنحط سي، يعني هتنزل نفس زي ما هي الفانكشن بس هنحط ايه؟ سي. السؤال السابع بيقول لك اف اوف اكس انتجريشن 1 على اكس، عايز دريفتيف. طب يعني لو انا عملت دريفتيف لده يبقى انا هدخل دريفتيف على ده، فده هيضيع. صح ولا مش صح؟ خلاص ما هو الانتجريشن هيضيع، ما هو ده عكس دريفتيف انتجريشن. يعني فاضل لك 1 على اكس، اعوض بكام؟ ب 2، يبقى 1 على 2. ايزي يا معلم. براكت بنلاحظ ايه؟ الباورات هنا بقت 5 هنا في 6، يعني من الاخر دول مستبعدين يعني. طب هنا الاكس بار 2 الدريفت بتاعها 2 اكس، يعني هحط هنا 2 وبره هاف، يبقى هزود البراكت واحد وهقسم عليه. يبقى الاجابه بي، عشان هضرب ال 2 في 6. ما حدش ينسى تعمل الهاف تايمز الرقم اللي تحت ده اللي هو 1 على 6 يعني، او تضرب ال 2 في 6 على طول. السؤال اللي بعده انا لسه قايل لك من شويه ان لو براكت الدريفت بتاعه جنبه، لو براكت الدريفت بتاعه جنبه بزود الباور واحد واقسم عليه. ده براكت اهو، بص يعني بكل سهوله. بص ده براكت الدريفت في الاكس باور 2 ايه المفروض؟ ايوه 2 اكس، بس مش كده بقى،
هو ديريفيتيف الاف اكس باور 2 هي عباره، بكتب البراكت زي ما هو اف داش اكس باور 2 تايمز الديريفيتيف اللي جوه البراكت اللي هو كام؟ 2 اكس. صح كده؟ مش بكتب البراكت زي ما هو، صح؟ اللي هو اف داش يعني في الديريفيتيف اللي جوه ايه؟ البراكت. مش كنت بعمل البراكت ايه؟ كنت بنزل الباور واحد، كنت بنزل الباور وانقص من باور واحد في الديريفيتيف اللي جوه، نفس الكلام. يبقى الاف اوف اكس باور 2 دي اكنها اف داش الديريفيتيف بتاعها اف داش اكس باور 2 تايمز الديريفيتيف اللي جوه هو 2 اكس. طب بص دي موجوده والاكس موجوده، فاضل لها كام؟ ال2 اهو. طالما ضربت جوه 2 يبقى هاف. طالما لقيت الدريفت بتاع ده جنبه يبقى زود الباور واحد، ها، زود الباور واحد واقسم عليه. وفي بره 1 اوفر 2 ما تنساش. 2 في 2 ايوه يبقى 4. يبقى الاجابه عندك ايه؟ يبقى ده براكت، لقيت الدريفت بتاعه جنبه، زود الباور واحد واقسم عليه. خش على اللي بعده. بيقول لك اكس اف داش 1 ماينس اكس سكوير زين نقط بلس سي. هو ديريفيتيف الاكس باور 2 ايه يا معلم؟ ها، نيجاتيف 2 اكس عشان هنا ايوه يبقى الاكس باور 2 نيجاتيف 2، النيجاتيف اكس باور 2 دي الدريفت بتاعها نيجاتيف 2 اكس. يعني دي محتاجه نيجاتيف كام؟ 2، محتاجه برضو نيجاتيف هاف. طالما ده موجود الدريفت بتاعه جنبه، طبعا هنا داش هيلغي الانتجريشن فهتنزل الفانكشن زي ما هي اف، بس شلت الداش. بس ليه الداش شلتها؟ عشان هنا في انتجريشن وفي بره نيجاتيف هاف. يعني ده الدريفت بتاعه نيجاتيف 2 اكس، ضربت في نيجاتيف 2 وقسمت على نيجاتيف هاف، وهنا داش فالانتجريشن هيلغيها فهترجع لاصلها تاني اللي هي الفانكشن نفسها بقى اللي هي 1 ماينس اكس سكوير، وفي بره ايه؟ نيجاتيف 1 على 2. الاجابه يا مستر هتبقى الاجابه سي. يبقى هي اف داش دي كده كده الانتجريشن طيرها، هي تجيلي الفانكشن وده الدريفت بتاعه جنبه، خلاص هتنزل زي ما هي. السؤال اللي بعده، اللي ما يعرفش بقى ان ده اصلا رول الدريفتيف، ده كده رول، ده اسمه رول السلوب او الدريفتيف. رول ايه؟ الدريفتيف اف اكس بلس اتش ماينس اف اكس اوفر اتش. ده كنا بناخده في تانية ثانوي، مهم قوي القانون ده، خلي بالك. ده اللي اصلا بيتحل بيه الدريفتيف، بس احنا ما بنحلش بيه كده، نحل بيه اسهل من كده بكتير، اللي هو انزل بار ونقص من بار واحد. سؤال 12. ابتدي بقى هو الشغل ده بقى. مستر عمر كده قال لكم القانون اللي هو بتاع الانتجريشن باي بارتس، اللي هو تعال نعيده او تعال نفتكر مع بعض كده. الفيرست في انتجريشن السكند ماينس انتجريشن السكند في دريفتيف الفيرست. طيب ما تيجي نعمل دي هنا واي وهنا في الزد، ما ينفعش. فده هيتطبق قانون الانتجريشن باي بارتس. ايه القانون يا مستر؟ اهو الفيرست في انتجريشن السكند ماينس انتجريشن السكند في دريفتيف الفيرست. ادي الفيرست اللي هو الواي، واكن هنا في تايمز 1 بس احنا بنعمل على مين؟ على الزد. فادي الواي في انتجريشن السكند ال1 الانتجريشن بتاعها ايه؟ هتقول لي اكس، اي شاطر اكس، بس هنا زد. هنا عشان هنا دي زد فهكتبها مين؟ زد، واي زد ماينس انتجريشن السكند اللي هو مين؟ اللي انا جايبه اصلا زد في دريفتيف فيرست دريفتيف الواي 1 بس مش هكتبها 1 بقى، هكتبها 1 دي واي، يعني هي اوكي كده. هي اصلا دريفتيف الواي المفروض تتكتب ايه؟ احنا بنعمل مين بالنسبه لمين؟ بالنسبه للزد، فبقول له ايه؟ دي واي، يعني هي ده اهو هننزله زي ما هو زد دي واي
ده انا عملته خلاص انتجريشن باي بارتس اهو. بلس مين بقى؟ انتجريشن زد دي واي. بص بص بص، مش ده شبه ده، واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف، طيروا بعض، يتفضل لك ايه في الاخر؟ الواي زد. يبقى ده يا جماعه اسمه انتجريشن باي بارتس، الفيرست في انتجريشن السكند ماينس انتجريشن السكند في ديريفيتيف الفيرست. اوكي انتوا معايا؟ طيب خش على بعضه. طبعا احنا بنتعامل مع قاعده اسمها ليت. طبعا اكيد مستر عمر قال لكم ال دي اللي هي اللين، الاي اللي هي الاكس والاكس باور 2، التي اللي هي الساين وكوزاين. احنا بنمشي اللي هو ده اكنه ترتيب الابجدي معايا. يعني لو جت ال واي يبقى اخد اللين هي الفيرست، والاي اللي هو الاكس والاكس باور 2 ده السكند، وده اللي هو الاي عادي. بيقول لك ايه يا معلم؟ طبعا ده رول انتجريشن باي بارتس. بيقول لك حل لي دي انتجريشن. طبعا هنا بقى مش اي رول خالص بقى، اللي هو لو براكت الدريفت بتاعه جنبه، ولا اللين مش عارف الدريفت بتاعها جنبها، ولا اي حاجه من الكلام ده خالص. ده انتجريشن باي بارتس. بس مين بقى اللي هخليه فيرست ومين اللي هخليه سكند؟ ده طبعا اللي هخليه فيرست، وده طبعا اللي هخليه سكند، عشان اللين هي المسيطره، هي هتبقى الفيرست بتاعتك. طيب ادي الفيرست، نمشي على القانون. لين اكس في انتجريشن السكند، واحده واحده. انتجريشن 2 اكس 2 اكس باور 2 اوفر 2 بلس انتجريشن 3 3 اكس ماينس انتجريشن اللي انا جبته دي طاروا مع بعض اصلا، اكس باور 2 بلس 3 اكس في دريفت في الفيرس اللي هو اللين اكس دريفت بتاعها ايه؟ 1 على اكس. واحده واحده بقى عشان ابسط. ادي اللين اكس يا معلم، هنا هيتفضل لي اكس باور 2 بلس 3 اكس في اللين اكس. هو من الاخر هو عايز مين اصلا؟ هو عايز الواي زد، يعني عايز الجزء ده، يعني ده بس، مش عايز ده في حاجه، خلاص مش عايزه. يبقى فين الاجابه؟ هتبقى اكس باور 2. ممكن ناخد هنا من اكس كومن فاكتور، من هنا هيتفضل لك اكس بلس 3 خلاص، اللي هي لين اكس. الاجابه دي. يبقى الفيرست في انتجريشن السكند ماينس انتجريشن السكند في ديريفيتيف فيرست. والله العظيم انا كنت بستخدمه في الكليه بتاعتي. في طريقه طبعا هتاخدوها في الكليه ثانيه الانتجريشن باي بارتس، بس انا ما كنتش بستخدمها، انا كنت بستخدم الرول ده. الرول ده حلو جدا جدا جدا. طيب يلا بينا. قاعده ليت، مين هو اللي هيبقى الفيرست ومين هو هيبقى السكند؟ طبعا الاي في الاخر خالص، فدي السكند وده الفيرست. ادي الفيرست في انتجريشن السكند. طبعا انتجريشن لاي ايه؟ ها سمعني. ايوه بنزلها زي ما هي اوفر كوفيشنت الاكس. ماينس انتجريشن السكند في ديريفيتيف الفيرست، ديريفيتيف 2 اكس ماينس 1 اللي هي 2، فده راح مع ده هيديك انتجريشن اي بار 2 اكس بلس 3. هو ده اللي هو عايزه. يبقى الاجابه المفروض الاجابه هو عايزها بكام كلها؟ تبقى اعمل لها انتجريشن هتبقى اي بار 2 اكس بلس 3 اوفر 2 بلس سي. يعني هو عايز الجزء ده اهو، اعمل له بقى انتجريشن اللي هو ده. خمستاشر ده النوع الثاني في الميثودز، اسمه انتجريشن باي سبستيوشن. بس انا عايز ابسط بس حاجه. اول حاجه بس يلا زد ايكوال اكس بلس 2، اجيب الاكس لوحدها يبقى دي بالبوست تروح هناك بالنيجاتيف يبقى زد ماينس 2، اعمل ديريفيتيف يبقى هنا دي اكس وهنا دي زد عشان ابدلهم بس.
ده طبعا قلنا ده اسمه بيرفكت سكوير. حاول تظبط انتجريشن قبل ما تعمل انتجريشن. يبقى ده اكس ماينس 2 ممكن اخليه ده في براكت كده، اخد روت الاول يبقى اكس، اخد روت الاخير يبقى 2، واخد اشاره اللي في النص يبقى بوزيتيف باور 2. هو قال لك هنشيل الاكس بمين؟ بزد ماينس 2. يلا بينا انتجريشن باي سبستيوشن، يعني اشيل حاجه مكان حاجه. زد ماينس 2 ماينس 2 اوفر زد ماينس 2 بلس 2 اول باور 2. انا كل ده بظبط الانتجريشن. ها نيجاتيف 2 نيجاتيف 2 زد ماينس 4، وهنا دي راحت مع دي هديك زد باور 2 في الاخر. فانا ممكن احول زد ماينس 4 واطلع دي فوق، اغير الباور الساين بتاعها يبقى زد باور نيجاتيف 2. طيب ممكن اكتب هنا اهو، يبقى في الاخر اللي جاء السوليوشن الاخيره كده هتبقى زد ماينس 4 في زد باور نيجاتيف 2. انا ممكن ادخل الزد باور نيجاتيف 2 هنا، زد باور نيجاتيف 2 في زد باور 1 هتبقى زد باور نيجاتيف 1. نيجاتيف زد باور نيجاتيف 2 في 4 ايه تبقى 4 زد باور نيجاتيف 2. اعمل بقى انتجريشن، زود الباور واحد واقسم عليه، زود الباور واحد وايه واقسم عليه. او لا هنا زد باور نيجاتيف، سوري دي زد باور نيجاتيف 1 اللي هي 1 على زد، يعني 1 على زد دي اللي هي لين زد. خلاص هنا بقى زود الباور واحد واقسم عليه تبقى 4 زد باور نيجاتيف 1 على نيجاتيف 1. سوري النيجاتيف راحت مع النيجاتيف بقت بوزيتيف، بقت 4 زد باور نيجاتيف 1 اللي هي 4 على زد، يعني يبقى لين زد بلس 4 على زد يبقى بي. ناين على 2 روت اكس لين اكس دي اكس. ده طبعا ايوه سامع حد بيقول لي ان هي انتجريشن باي بارتس. مين الاول؟ اللين اكس. مين التاني؟ ده السكند. يبقى الاول في انتجريشن التاني طبعا خلي الاكس دي اكنها اكس باور هاف. ها يعني هزود الباور واحد واقسم عليه يبقى اكس باور كام؟ 3 على 2. زود الباور واحد ايه هنا بلس 1 يعني على 3 على 2، وفي بره 9 على 2 خلي بالك. ماينس انتجريشن اللي انا جايبه ده اللي هو 9 على 2 ماشي، اكس باور 3 على 2 اوفر 3 على 2 في ديريفيتيف الفيرست اللي هو 1 على اكس. اعمل دي بالكالكوليتر بسطها، اعمل ده ديفايدد بعض يبقى لين اكس هتديك هتبقى كل ده على ده هيديك 3 تايمز 3 اكس باور 3 على 2 ماينس نفس الكلام اهو، ده على ده هيديك 3 اكس باور 3 على 2 تايمز 1 على اكس. هنا اكس باور 1 وهنا اكس باور 3 على 2. ممكن ابسطها دي كده، ممكن ابسطها اعمل الباورات ماينس فهتديك كام؟ اكس باور هاف. يعني دي كل الاشياء كلها باكس باور هاف. طب اعمل بقى انتجريشن الاكس باور هاف، هزود الباور واحد واقسم عليه يبقى اكس باور 3 على 2 ديفايدد 3 على 2. ما تنساش بره هنا في مين؟ في 3 وهنا في ماينس، وهنا هتبقى 3 اكس باور 3 على 2 لين اكس. خلاص طيب لازم بقى نبسط الدنيا شويه، فهنا هيديك في الاخر طبعا هنا بلس سي ما انساش. بسط بقى الدنيا شويه، فده 3 ديفايدد 3 على 2 هتديك كام؟ هتديك 2. ده ديفايدد ده كله هيديك 2. هن الاجابه هنا يبقى 3 اكس باور 3 على 2 لين اكس، وده لما اعمله ديفايدد ده هيديك 2 ماينس 2 اكس باور 3 على 2 بلس سي. ممكن ناخد بقى اكس باور 3 على 2 كومن فاكتور. اكس باور 3 على 2 كومن فاكتور هيظهر لك 3 لين اكس ماينس 2. يبقى الاجابه عندك ايه يا معلم؟ الاجابه عندك ايه؟ طب يا مستر هنا مفيش 3 هنا جنبها، ما انت في الخواص اللين ممكن تطلع 3 هنا بالباور بقت كده لين اكس باور 3 ماينس 2 من خواص اللين. اللي بعده تعال نحلها سوا. لين روت اكس دي اكنها لين اكس باور هاف، ننزل الهاف هنا من حق
في اللين الخواص بتاعته اللي انا لو هنا في بار ممكن انزله جنبه وممكن اطلعه فوق. خلي بالك في التركه دي ممكن بيلعب على الحته دي في الامتحان. اهي طلعت الهاف بره خالص وهنا لين اكس. طبعا ده انتجريشن باي بارز. محدش يقول لي انتجريشن لين اكس 1 على اكس، هقتله فيها. دي هنا اكن هنا تايمز 1، اكن هنا في تايمز 1. فتعمل بقى ده اكنه الفيرست اهو، ده اكنه الفيرست وده اكنه السكند. تمام؟ طيب يبقى الفيرست اللي هو لين اكس في انتجريشن السكند اللي هو ال1 انتجريشن بتاعه اكس ماينس، خلي بالك كل ده فيه هاف بره ها، ماينس انتجريشن اللي هو السكند في ديريفيتيف الفيرست اللي هي 1 على اكس. طبعا ده راح مع ده انتجريشن 1 باكس ماينس اكس لين اكس خلاص، وفي بره هنا ايه هاف. ممكن اخد اكس كومن فاكتور، يبقى اطلع الاكس كومن فاكتور يبقى هاف اكس لين اكس ماينس 1. ال1 دي اكلها لين اي. ما انت لازم خلي بالك تبسط المساله، ودي جايه في 2023 اللي هي ترايل خلاص. في الماينس من خواص اللين بقى، في الماينس اكنها ديفايدد، يعني اكنها لين الاول ديفايدد الثاني، وفي بره هاف اكس. يبقى الاجابه الاخيره، يبقى الاجابه سي هاف اكس سي. اللي بعده بيقول لك the equation of curve y intercepted part is 7 unit from negative part اللي هي الواي اكسس. يعني ايه يا معلم؟ يعني البوينت كده هتبقى، عشان خلي بالك هنا هيبقى في initial condition 0 ونيجاتيف 7، يعني الاكس بزيرو والواي بنيجاتيف 7. بيقول لك and the slope of اول ما يقول لك كلمه slope of tangent of 3x باور 2 بلس 2، يعني كده الدي واي على الدي اكس ايكوال 3x باور 2 بلس 2، يعني السلوب هو دريفتيف يعني. خلاص؟ طيب ودي هنا دي اكس هناك بقت بعد كده اعمل انتجريشن، يعني بعمل حاجه اسمها سيبريشن، يعني هنا اوفر 1 دي واي تايمز 1 بدي واي، ودي اكس تايمز ده هينزل زي ما هو كده دي اكس، وبعد كده بعمل انتجريشن. بس دي هترجع للواي عادي، ودي هزود الباور واحد واقسم عليه فهتبقى 3x باور 3 على 3، فدي راحت مع دي هديك x باور 3 بس بلس 2x بلس c. قال لك بقى الانيشال كونديشن بقى عشان اجيب السي اعوض الاكس بزيرو والواي بنيجاتيف 7، يبقى هنا نيجاتيف 7 ايكوال 0 بلس 2 تايمز 0 بلس سي، يبقى السي هتطلع بنيجاتيف 7. يبقى الايكويشن في الاخر x باور 3 بلس 2x بلس السي اللي انا جبتها بنيجاتيف 7 سوري. يبقى الإجابة سي دي سوري. يلا بينا بقى نخش على سؤال 19. سؤال 19 سؤال 19 يلا بيقول لك هنا ايه؟ سلوب اوف بربنديكولار. طيب سلوب اوف بربنديكولار يعني هشقلب واغير الساين. هو السلوب بربنديكولار دي الايكويشن بتاعته، يبقى انا لو عايز الدي واي على الدي اكس ايكوال هشقلب يبقى 3 ماينس 2 اكس، مش دي هنا كده اوفر 1 يبقى شقلب 1 على 3 ماينس 2 اكس خلاص، واحط نيجاتيف خلاص. بعد كده هيبقى دي واي ايكوال 3 ماينس 2 اكس، وهنا نيجاتيف 1 وهنا دي اكس. طيب اعمل انتجريشن ده ديريفيتيف الاكس ديريفيتيف النيجاتيف 2 اكس ايه؟ نيجاتيف 2 صح؟ يعني هنا محتاجه نيجاتيف 2 وهنا محتاجه نيجاتيف هاف، ونيجاتيف بوزيتيف اصلا خلاص. يبقى لو انا لقيت الديريفيتيف اللي تحت فوق يبقى اخد هنا اللي تحت، يبقى كده الواي بتساوي طيب هاف واللين اللي تحت 3 ماينس 2 اكس بلس سي. قال لك عوض الاكس ب 1 والواي ب 1 يبقى دي ب 1 هاف لين 3 ماينس 2 تايمز 1 بلس سي، السي هتطلع معاك ب 1. ارجع بقى عوض في الايكويشن دي يبقى هاف لين 3 ماينس 2 اكس بلس 1، يبقى الاجابه بي. سؤال 20 بيقول لك empty container capacity 1400 water is poured in it at a rate، يعني كده دي واي لا مش دي واي بقى، هو هنا capacity يعني فوليوم صح؟
يبقى اقول له دي في، وهنا الفانكشن هنا ايه تي، يبقى دي في على دي تي ايكوال 2 تي بلس 50. يلا ودي تي هناك واعمل ايه انتجريشن. يبقى دي هتبقى ايه، هتديني في، وهنا 2 تي هتبقى 2 تي باور 2 على 2 بلس 50 تي بلس سي. طبعا هنا في انيشال كونديشن عشان اجيب السي، الفي بزيرو عشان هو قال لك امتي، والتي بزيرو عشان هو لسه ما صبش. خلاص انا بجيب السي قبل ما ايه، قبل ما يصب، فالسي هتطلع بزيرو. يعني لو عوضت هنا الفي بزيرو وعوضت هنا تي بزيرو، السي هتطلع بكام؟ بزيرو. تعال بقى ايه نرجع للايكويشن تاني. يبقى الفي في الاخر هتطلع هنا 2 راحت مع 2 هتديك تي باور 2 بلس 50 تي. دي الايكويشن بتاعت الفي بتاعت الفي. هو الفي هنا بكام؟ 1400. هو عايز بقى التايم نيدد لما يجي يصب كونتينر فيل، يعني لما يملاه كله، يبقى 1400 ايكوال تي باور 2 بلس 50 تي. خلاص دخل 1400 هنا بالماينس، يبقى تي باور 2 بلس 50 تي معايا ماينس 1400، وتعمل مود 5 3 يا باشا. 1 ايكوال 50 ايكوال نيجاتيف 1400 ايكوال مود 5 3 فهتطلع واحده بالنيجاتيف وواحده بالبوزيتيف. طبعا مفيش تايم بالنيجاتيف فدي ريفيوزد، فاللي بالبوزيتيف هتطلع ب 20. يبقى الاجابه 20. خش على اللي بعده. يلا بينا تعالى حل معايا. هنا براكتين، بحاول بقى اشوف البراكت الكبير ده الدريفت بتاعه جنبه ولا لا. هنشوف بقى. هنا 2x باور 2 بلس 4x ماينس 1 الدريفت بتاعها 4x بلس 4. طيب يعني هنا دي محتاجه 4 وقسمت على 4. ليه يا مستر محتاجه 4؟ اهو دخل 4 هنا بالتايمز، يبقى 4x 4 تايمز 1 ب 4. مش ده الدريفت بتاع ده؟ يبقى هزود الباور 1 واقسم عليه يا معلم. خلاص خلصت اهو. ودي الواي. ايه ال1 دي؟ نفسي اتعلم خط يا جماعه. مش عارف انتوا ايه. بص مش عارف، انا مش فاهم ايه ده. حد عنده مدرس خط؟ يبقى والله العظيم يبقى خدمني. خلاص طيب اوكي. محدش، انا اتريق على نفسي ومحدش يتريق عليا لو سمحتوا. برضه ال1 كبيره، لا حول ولا قوه الا بالله. طيب اهي حلوه كده. يلا بينا بقى نخش على الانيشال كونديشن. هنا الاكس بكام؟ بنيجاتيف 2، والواي هنا بكام؟ ب1. اقول لك اف اوف نيجاتيف 2 ايكوال 1، يعني الاكس بنيجاتيف 2 والواي ب1. يلا بينا. اعوض بقى الواي ب1 عشان اجيب السي. خلي بالك اعوض الواي 1 والاكس بنيجاتيف 2، يعني هشيل كل اكس بنيجاتيف 2. فبلس سي، فاعملها شيفت سولف. السي هتطلع معاك بكام يا معلم؟ 7 على 8 تقريبا. 7 على 8. خلاص يبقى تعالى بقى اعوض في الايكويشن دي. يلا هشيل السي هنا ب 7 على 8، وقال لك في الاخر عايز اعوض الاكس ب 3. شيل بقى كل اكس ب 3. شيل كل اكس ب 3. خلاص وحط دي كلها على الكالكوليتر تطلع معاك 106. اللي بعده اف داش لين اكس عند اف اوف 1 ايكوال 1 عايز اف اوف 2. طيب بيقول لك اف داش اوف اكس ايكوال لين اكس. طب نعمل ايه يا باشا؟ نحط انتجريشن عشان هو عايز الفانكشن القديمه. يبقى لو عملت كده اهو اف داش اوف اكس ايكوال لين اكس. طبعا دي خلاص انتجريشن بتاع دي طيروا بعض، يعني هيديك الفانكشن الاصليه. طب دي بقى انتجريشن بتاعها ايه؟ هنا اكنها هنا في تايمز 1 الاول في انتجريشن السكند الفيرست في انتجريشن السكند ماينس انتجريشن السكند في ديريفيتيف الفيرست. فطبعا اللين دي الفيرست. دي مين؟ الفيرست. طب تعالى نعمل لها على جنب كده انتجريشن. يبقى الاول اهو في انتجريشن ال1 اللي هو اكس ماينس انتجريشن السكند في ديريفيتيف الفيرست اللي هو 1 على اكس. طبعا ده راح مع ده، فانتجريشن ال1 هيبقى باكس، وهنا اكس لين اكس. دي مين يا معلم؟ الفانكشن. هو عايز ايه اصلا؟ طبعا هنا في بلس سي، ما تنساش بالله عليك. قال لك بقى اف اوف 1 ايكوال 1. يلا نجيب السي. يبقى دي ب 1 تايمز لين 1 ماينس 1 بلس سي. فالسي هتطلع معاك في الاخر بكام؟
هغشها معلش، السي هتطلع معاك ب 2. اعوض بقى في الايكويشن دي، بقت كده اف اوف اكس ايكوال اكس لين اكس ماينس اكس بلس 2. اعوض بقى الاكس ب 2، شيل كل اكس ب 2، يبقى 2 لين 2 ماينس 2 بلس 2. احسبها بقى بالكالكوليتر كلها. خلاص شوف هتطلع بكام وجرب الاختيارات، هتطلع الاجابه سي لين 4. ماشي فعلا دي راحت مع دي، هيديك هنا 2 لين 2، وقلنا من خواص اللين دي ارفعها فوق يبقى لين 2 باور 2 اللي هي 4. 23 يا معلم. خلاص بنخلص. سلوب اوف تانجنت، اول ما يقول لك سلوب اوف تانجنت لا بس هنا بيقول لك سلوب اوف تانجنت اوف ذا كيرف واي ايكوال اف اكس ات اكس ب 1 ايكوال نيجاتيف هاف. يعني كده دي واي ات اكس الدريفتيف، يعني السلوب يعني الدريفتيف نيجاتيف هاف اند اف دبل داش ايكوال اكس بلس 1. طيب يعني ايه اف دبل داش يا معلم؟ اف دبل داش يعني دريفتيف مرتين، هو عايز الاف داش، فانا هعمل ايه يا باشا؟ ادي الاف دبل داش اكس ايكوال اكس بلس 1، صح كده؟ طيب هعمل انتجريشن هنا وانتجريشن هنا، فدي هترجع واحده تبقى اف داش بس، عشان لو اف داش لو عملت لها انتجريشن ترجع لاصلها اللي هي فانكشن، ودي هتبقى اكس بار 2 على 2 بلس اكس ايكوال 1. قال لك بقى الانيشال كونديشن ايه؟ لما الاكس ب 1 السلوب هيطلع بكام؟ او الدريفتيف اللي هو اف داش نيجاتيف هاف، صح؟ يعني ده كده اللي هو ده الاسلوب الاولاني اللي هو الدريفتيف الاولاني، يعني اللي هو هيبقى نيجاتيف هاف ايكوال لازم الانيشال كونديشن، لو ما عملتش انيشال كونديشن تطلع مساله غلط. بلس 1 هشيل كل اكس ب 1، مش هو قال لك لما الاكس ب 1 السلوب هيطلع بنيجاتيف هاف اهو، عشان اجيب الانيشال كونديشن. معلش هنا بلس سي بلس سي، فالسي هتطلع معاك بكام؟ السي هتطلع معاك بنيجاتيف 2. احسبها بالكالكوليتر يعني. ماشي طيب ارجع بقى عوض، يبقى اف داش اوف اكس ايكوال اكس باور 2 على 2 بلس اكس ماينس 2. هو بقى دي الفانكشن بتاعتك. قال لك بقى انا عايز اف داش اوف 2، يعني اف داش اوف 2 يعني هشيل كل اكس ب 2، يبقى 2 باور 2 على 2 بلس 2 ماينس 2. احسب بقى دي بالكالكوليتر. ماشي تطلع الاجابه 2. السؤال اللي بعده يقول لك هنا if the slope of اول ما يقول لي slope of tangent يعني ده ايه؟ الدريفتيف اللي هو الدريفت الاولاني at the point x y. خلاص بيقول لك 4x squared minus 12x power 2 and function has local minimum. لسه ما خدناش اللوكال مينيمم دي. ماشي فدي هنسيبها خلاص ولا نحلها؟ طيب خلاص مش مهم سيبها. اللي بص يعني اللوكال مينيمم دي لسه ما خدناش خلاص، فدي يعتبر الاكس والواي. تعال نحلها بقى. هنا دي واي على دي اكس ايكوال 4 اكس باور 3 ماينس 12 اكس باور 2. ها يبقى دي واي ايكوال 4 اكس باور 3 ماينس 12 اكس باور 2 انتجريشن خلاص هتبقى 4 اكس باور 4 على 4 ماينس 12 اكس باور 3 على 3. بزود البار واحد واقسم عليه اللي مش عارف انا بعمل ايه يعني لو لسه هناك. خلاص المهم اعوض بالانيشال كونديشن، اعوض الاكس بكام؟ ب 3 واعوض الواي بنيجاتيف 27، يبقى اقول له نيجاتيف 27 ايكوال 4 تايمز 3 باور 4 على 3 على 4 قصدي ماينس 12 تايمز 3 باور 3 على 3 بلس سي. المهم ان في السي في الاخر هتطلع بزيرو. دي راحت مع دي و12 على 3 هنا 12 على 3 ب 4، فنكتب الايكويشن بقى بنظافه كده يبقى الواي ايكوال اكس باور 4 ماينس 4 اكس باور 3. خلاص السي بزيرو. هو عايز ايه بقى؟ عايز اف اوف 1. يلا يبقى 1 باور 4 ماينس 4 تايمز 1 باور 3 تطلع نيجاتيف 3. خش على اللي بعده يا معلم. سؤال 25 بيقول لك اف دبل داش 6 اكس ماينس 4 اف داش اوف 1 ايكوال 2 اف اوف 0 نيجاتيف 4. عايز الفانكشن. طيب يلا بينا. اف دبل داش انا هعمل ايه؟ انتجريشن. يلا بينا اهو دبل داش اكس ايكوال 6 اكس ماينس 4. هعمل انتجريشن فدي هترجع لاصلها اف داش اوف اكس، ودي هتبقى 6 اكس باور 2 على 2 ماينس 4 اكس بلس سي. هو قال لك الاف داش اوف 1 ايكوال 2 يعني الاف داش ب 2
دي اخليها ب 2 واعوض الاكس بكام؟ ب 1. يبقى 6 تايمز 1. يبقى اهم حاجه الانيشال كونديشن دي يا جماعه، ماشي، ماينس 4 تايمز 1 بلس السي. فالسي هتطلع بكام يا معلم؟ السي هتطلع معاك ب 3. ارجع عوض 6 على طول هنا يا جماعه ب 3. يبقى كده الاف داش اوف اكس ايكوال 3 اكس باور 2 ماينس 4 اكس بلس 3. دي كده اف اوف داش. بيقول لك بقى ايه؟ خلاص احنا خلصنا كده الجزء الاولاني، تمام اهو. الجزء الثاني بقى ايه؟ عايز اف اوف 0 ايكوال نيجاتيف 4، يعني من الاخر عايز الفانكشن. يبقى دي برضو عاملها ايه؟ انتجريشن. فيلا يعمل لي انتجريشن، هتبقى 3 اكس باور 3 على 3 ماينس 4 اكس باور 2 على 2 بلس 3 اكس بلس سي. طبعا دي الواي بقى هي الاصليه، دي كانت الواي داش واللي قبلها كانت الواي دبل داش. ده راح مع ده. هو الواي بكام؟ الواي بنيجاتيف 4 والاكس بزيرو صح؟ يبقى نيجاتيف 4 والاكس بزيرو، يبقى 0 باور 3 ماينس 4 على طول اللي هي ب 2 يعني تايمز 0 باور 2 بلس 3 تايمز 0 بلس سي. فالسي هتطلع معاك بنيجاتيف 4. خلاص عوض بقى في الايكويشن الاصليه. تعال نكتبها على اضافه الايكويشن كده. يلا يبقى الواي في الاخر 3 راحت مع 3 هديك اكس باور 3 ماينس 4 على 2 هتبقى اكس باور 2 2 اكس باور 2 بلس 3 اكس. الاكس السي انا جايبها بنيجاتيف 4. هو في الاخر بقى دي الايكويشن خلاص انا جبتها اهي. هو بقى قال لك خلاص شكرا ما قالكش حاجه، انا اسف. يلا الاجابه دي. السؤال اللي بعده بيقول لك هنا ايه؟ سؤال 26 بيقول لك if the slope of tangent y equal if at the مش عارف ايه 6x plus a، يعني دي واي على دي اكس equal 6x plus a. حاضر. وبيقول لك هنا if the equation of tangent of the curve، حته بقى ايه؟ دي حته تراكمي من اعدادي. دي كده الايكويشن بتاعت التانجنت، مش من اعدادي سوري، او من اعدادي عشان اعرف اجيب السلوب. السلوب هنا السلوب لو انا جبته هو الدي واي على اكس، صح ولا مش صح؟ فهنا السلوب كان بيتجاب ازاي؟ كان بيقول لك كده كوفيشنت الاكس. كوفيشنت الاكس ده هو السلوب. هو مين؟ السلوب اللي هو مين يعني؟ اللي هو الدريفتيف. خلاص يبقى الكوفيشن بتاع الاكس اللي هنا ده اللي هي الايكويشن بتاعت الستريت لاين هو السلوب. هو مين؟ الدريفت اللي انا عايزه. الكوفيشن بتاعت الاكس هنا بكام؟ بنيجاتيف 5. يبقى ده كده بنيجاتيف 5 ايكوال 6x بلس a، صح كده؟ وهو قال لك الاكس بكام؟ ب 1. يبقى اقول له 6 تايمز 1 بلس a ايكوال نيجاتيف 5. فالاي هتطلع بنيجاتيف 11. كده انا جبت الايكويشن بتاعت الايه؟ بتاعت ايه؟ الدي واي على الدي اكس. يبقى الدي واي على الدي اكس ايكوال 6a والاي بنيجاتيف 11. هو عايز ايه بقى؟ هو عايز الايكويشن اوف كيرف. خلاص نعمل انتجريشن. يبقى 6x باور 2 على 2 ماينس x بلس c. ده الواي. اعوض بقى بالانيشال كونديشن الواي ب 1 الواي ب 1 والاكس ب 1 والواي بنيجاتيف 1. خلاص يعني هنا هقول له نيجاتيف 1 ايكوال 6 تايمز 1 باور 2 على 2 خلاص ماينس 1 بلس سي. فالسي هتطلع معاك يا مستر بكام؟ ب 7. بكام؟ السي هتطلع هي دي 11 اكس. دي 11 اكس. ماشي اوكي. هنا 11 اكس فدي هتبقى 11 تايمز 1. فالسي هتطلع معاك ب 7. ماشي انا دي غلطان عندي، نسيت واحد بس. يبقى السي ب 7. تعال بقى اعوض في الايكويشن. 6 على 2 بكام؟ 6 على 2 بكام؟ نجيب الواي بقى اللي هي 3 هتبقى 3 اكس باور 2 ماينس 11 اكس بلس 7. خلاص يبقى اهم حاجه اجيب ايه؟ السي. فالاجابه هتبقى بي. خلاص السؤال اللي بعده 27. طيب بيقول لك ايه؟ is the slope of tangent equal مش عارف ايه. طيب يعني كده الدي واي على الدي اكس equal 1 over x. ممكن اشيل دي كده في براكت باور 1 يبقى 3 بلس لين x all باور هاف، صح كده؟ طيب تعالى نظبطها. يبقى دي واي بتساوي، خلي ال1 على x بره اهي، خلي ال1 على x دي بره وطلع دي فوق. ماشي بقى 3 بلس لين x باور كام يا معلم؟
باور الهاف دي هطلعها فوق تبقى باور نيجاتيف هاف. مش احنا قلنا لو براكت جواه لو جنبه دريفتيف، طبعا هنا هعمل انتجريشن، لو البراكت الدريفت بتاعه جنبه بزود الباور واحد واقسم عليه، صح؟ طيب طبعا دريفت 3 بزيرو، دريفت باللين اكس 1 على اكس اهي، يبقى زود الباور واحد واقسم عليه، يبقى 3 بلس لين اكس، زود باور واحد هنا، لما ازود 1 هتبقى باور ايه؟ باور هاف على هاف. دي مين يا باشا؟ دي الواي. خلاص يبقى الواي اهي، تعالى نكتبها بخط انضف، هحاول ان شاء الله يعني، ايكوال 3 بلس لين اكس اول باور هاف على هاف يا معلم. هو عايز ايه بقى؟ عايز ايه يا معلم؟ قال لك طبعا بلس سي، قال لك عوض الاكس باي والسي 4، يبقى فوق سوري الاكس باي والواي ب 4، يبقى 3 بلس لين هعوض الاكس باي باور هاف على هاف بلس سي. السي هتطلع بكام معلش؟ سي هتطلع بزيرو، صح؟ يابا سي هتطلع بزيرو. خلاص السي هتطلع بزيرو، انسى. طيب ادي الهاف دي انا ممكن اطلعها فوق كده، فاهم؟ دومينيتور يطلع فوق، يبقى الواي في الاخر ايكوال 2 ودي ارجعها مكانها كده اكنها روت 3 بلس لين اكس. موجوده ولا ايه؟ موجوده. الاجابه بي. سؤال 28 3y squared dy at dx equal 2x plus 1 and dx equal 1 و y negative 1 is in relation between x and y. طيب تيجي نعمل انتجريشن. تعال نعمل انتجريشن. ودي بس دي اكس هناك، بقت انتجريشن 3y سكوير او اديتها هناك بالتايمز يعني dy ايكوال 2x بلس 1 dx. نعمل بقى انتجريشن على نضيف، دي على نضيف كده 3y هزود الباور واحد واقسم عليه، بس 3y باور 3 على 3 خلاص، وهنا هيبقى 2x باور 2 على 2 بلس x بلس c. فده راح مع ده هيديك هنا y باور 3 ايكوال، وده راح مع ده هيديك x باور 2، وهنا هيديك x بلس c. موجوده؟ لازم اجيب السي. طيب الاكس بكام؟ ب 1 والواي بنيجاتيف 1، يبقى اقول له هنا نيجاتيف 1 باور 3 ايكوال 1 باور 2 بلس 1 بلس سي. السي هتطلع بكام يا مستر؟ السي هتطلع بنيجاتيف 3. السي هتطلع بكام؟ بنيجاتيف 3. اقعد بقى في الايكويشن نفسها، يبقى اقول له كده اهو y باور 3 ايكوال x باور 2 بلس x ماينس 3. يبقى دي الريليشن بتاعتك. السؤال اللي بعده بيقول لك هنا y ايكوال f x سكند سيشن 2021 الامتحانات الصعبه، دي باور 2 x على دي واي باور 2 يعني السكند ديريفيتيف ايكوال e باور y بلس 1 and the tangent of the curve مش عارف ايه point x ونيجاتيف 1 which lie is parallel. parallel يعني نفس الاسلوب يا جماعه، الكلمه دي مهمه قوي. parallel دي يعني الاسلوب هو الاسلوب، يعني الديريفيتيف من الاخر بتاع ده هو الديريفيتيف بتاع ده. طب هنا الاسلوب هنا بكام؟ ب 1. يبقى كده ممكن اطلع معلومه ان الدي واي على الدي اكس هنا ب 1. خلي بالك بقى ماشي. طب ما تيجي نعمل ديريفيتيف، يلا بينا تعالى نعمل ديريفيتيف لده. سوري انتجريشن. ديريفيتيف ايه؟ اعمل هنا انتجريشن، فلما اعمل انتجريشن ده هيرجع واحده، ده هنا سكند ديريفيتيف هيرجع واحده، يبقى فيرست ديريفيتيف يبقى دي اكس على الدي واي ايكوال اي باور واي بلس 1 بلس سي طبعا. فده بكام؟ ب 1. طب انت قلت لي هنا دي واي دي اكس ب 1 عادي شقلبها، والواي بكام؟ نيجاتيف 1، يبقى اي باور نيجاتيف 1 بلس 1 بلس سي. فالسي هتطلع بكام يا معلم؟ السي هتطلع بزيرو. يبقى كده يا معلم السي هتطلع بكام؟ بزيرو. طيب يبقى كده دي اكس على الدي واي ايكوال اي باور واي بلس 1. بس هو عايز ايه بقى؟ هو عايز التانجنت اللي هو دي واي على دي اكس، فشقلبها، فدي واي على دي اكس هتبقى ايكوال 1 على اي باور واي بلس 1. اتصرف، مش موجوده في التشويسز عادي. طلع الباور ده فوق، احنا قلنا الباور لما يطلع فوق بيتغير الساين بتاعه، فده هيبقى اي باور نيجاتيف هنا بوزيتيف واي هتبقى نيجاتيف واي،
وهنا بوزيتيف 1 هتبقى نيجاتيف 1، يبقى اي باور نيجاتيف واي ماينس 1، يبقى الاجابه سي. وشكرا جدا جدا جدا، مع السلامه.